السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أحبابي الكرام؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. معاكم مستر إسلام عبد العظيم فاروق، Chemistry and Science Teacher. إن شاء الله هنشرح مع بعضنا منهج الساينس للمرحلة الإعدادية تالتة إعدادي بأمر الله. أتمنى من الله إن انتوا تستفادوا من الفيديوهات، وإن شاء الله هبعت لحضراتكم الورق PDF اللي أنا شغال منه علشان تقدروا تذاكروا منه برضو، يعني تطبعوه وتذاكروا منه إن شاء الله. تمام؟ جاهزين؟ يلا بينا. في البداية خالص احنا بنتكلم عن ايه يا مستر اسلام؟ انا بنتكلم عن حاجة اسمها كيميكال رياكشن. بنتكلم عن حاجة اسمها ايه يا شباب؟ كيميكال رياكشن. هو يعني ايه كيميكال رياكشن؟ كيميكال رياكشن يعني تفاعل كيميائي. تفاعل ايه يا حبايب؟ كيميائي. ومعنى كلمة تفاعل كيميائي يا مستر اسلام يعني ايه؟ يعني في سابستنس، زي سابستنس ايه مثلا، بتتفاعل مع سابستنس تانية، مادة تانية خالص اسمها بي، تروح مطلعها لي مادة جديدة اسمها AB. او ان انا يكون عندي مادة AB، اروح ابلاي عليها هيت يعني اسخن، فتروح مدياني A بلس B. كده او كده اسمه تفاعل كيميائي. تفاعل كيميائي. في البداية خالص يا شباب واحنا بنتكلم عن التفاعلات الكيميائية، حضرتك قلت لي ان في سابستنس A هتتفاعل مع سابستنس B تديني سابستنس تانية جديدة اسمها AB. الجزء اللي قبل السهم ده بنسميه رياكتنت. رياكتنس يعني ايه رياكتنس يا مستر؟ يعني متفاعلات. يعني ايه رياكتنت؟ متفاعلات. طب والاي بي ده يا مستر اسلام؟ ده الريزلتنت او البرودكتس اللي بتطلع، يعني الناتج اللي هيخرج، فده بنسميه برودكت. ممتاز يا شباب، البرودكت او الناتج. فمن الطبيعي لما بتحط حاجة على حاجة بتطلع لك حاجة جديدة خالص اسمها ناتج او برودكت. فمعنى كلمة الكيميكال رياكشن ان ايه هتتفاعل مع بي تدي ايه بي. يعني يا مستر اسلام لو كان عندي ايه ديت ما بينها بوند، روابط، البوند اللي انت درستها في اولى اعدادي وتانية اعدادي اللي كان اسمها covalent bond and ionic bond، فاكر الكلام ده يا صديقي؟ اكيد فاكره ان شاء الله. الايونيك بوند والكوفالنت بوند ديت اللي موجوده في الرياكتنت لازم الاول تتكسر علشان تروح تكون بوند جديده موجوده في البرودكت. صح الكلام دوت؟ عشان تكون نيو اليمنت، نيو برودكت. وضحها لي بطريقه بسيطه يا مستر. اوضحها لك بطريقه بسيطه جدا وركز معايا. عارف انت لما يكون عندك مكعبات، المكعبات دي انت باني بيها بيت مثلا، عايز تفككها علشان تبني بيها حاجة تانية، زي مثلا تبني بيها مسجد، فانت هتروح مفكك المكعبات ديت علشان تروح تبني بيها مسجد. صح الكلام دوت؟ يبقى المكعبات اللي انت كنت باني بيها البيت ديت اسمها رياكتنت. في البداية لازم تتفكك عن بعضها علشان تقدر تعمل برودكت جديد اسمه مسجد. صح الكلام دوت؟ اهو ده نفس الكلام في الكيميكال رياكشن، ان انا يكون عندي رياكتنتس، متفاعلات، لازم المتفاعلات ديت نفككها عن بعضها علشان نعمل برودكت جديد اسمه مسجد او اسمه برودكت او ريزلتنت. صح؟ فده معنى كلمة كيميكال رياكشن يا حبايبي. It is the breaking up of bonds in the reactant. يبقى احنا هنكسر البونز ما بين الرياكتنت اللي هي قبل السهم يا صديقي molecules and formation، وهنكون new bonds in products، وهنكون bonds جديدة في البرودكت او الريزلتنت molecule from the reaction. وصلت حتة الكيميكال رياكشن ولا عيدها تاني؟ اكيد يا مستر اسلام ان شاء الله تكون وصلت، ولو ما وصلتش مع حد تقدر ترجع الجزئية بتاعت الكيميكال رياكشن وتفتكر معايا ان احنا قلنا كان عندنا مسجد او كان عندنا بيت من المكعبات علشان نبني بيه حاجة تانية، برودكت جديد، لازم افككه عن بعضه واجمعه بطريقة جديدة علشان يكون البرودكت، وده معنى كلمة كيميكال رياكشن. خليني اقول لحضرتك على معلومة صغيرة، بس قبل ما اقول لحضرتك على المعلومة ديت هروح بس اجيب وايت بورد علشان نشتغل عليها انا وانت. بص يا صديقي،
في البداية خالص يا حبيب قلبي، بص معايا يا صديقي كده هوت، لازم اقول لحضرتك طالما عرفتك يعني ايه كيميكال رياكشن اقول لك التايبس اوف كيميكال رياكشن. ايه انواع الكيميكال رياكشن يا مستر اسلام؟ انا عندي 3 تايبس بندرسهم في ثالثه اعدادي. ايه هم 3 تايبس دولت؟ اول تايب عندي حاجه اسمها ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. ديكومبوزيشن رياكشن، ايه الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن؟ هو تفاعلات تكسير بالهيت، اهو رياكشن بكسر بيها عن طريق الهيت. يعني عندي سابستنس اسخنها جامد تبدا تتكسر لتو نيو سابستنس، طب يا مستر اسلام والتفاعل الثاني اسمه ايه يا مستر؟ قال لك اسمه substitution reaction. substitution reaction. طب وايه هو السبستيتيوشن رياكشن ده يا مستر اسلام؟ قال لك السبستيتيوشن رياكشن ده يعني تفاعلات استبدال، يعني حاجة بتخش تستبدل مكان حاجة تانية. تخيل كده حضرتك قاعد على الكرسي اللي انت قاعد عليه، وجي حد عايز يقعد على نفس الكرسي اللي انت قاعد عليه، يبقى لازم يستبدل ولا لا؟ يعني لازم يستبدلك ولا لا؟ يعني لازم يشيلك من على الكرسي علشان يقدر يقعد مكانك. طب هو لو كان اقوى منك هيقدر يشيلك ولا لا؟ يقدر طبعا يا مستر، ما هو اقوى مني. طب هو لو كان اضعف منك ما يقدرش يشيلك، ولما نوصل هنشرحها بالتفصيل. طيب وتالت حاجه مستر اسلام، قال لك تالت حاجه عندنا حاجه اسمها اوكسيديشن ريدكشن رياكشن، وده التفاعل الاخير عند حضراتكم، وبعد كده ناخد اكسرسايز وبعد كده ينتهي ليسون 1 بامر الله. جاهزين يا شباب؟ يلا بينا. في البداية خالص التايبز اوف رياكشن، اول رياكشن عندي هو ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. نغير الكلر بتاع القلم علشان الكل يبقى شايف او واضح بالنسبة له. تمام. ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، والله الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن معناها ايه يا مستر اسلام؟ لما يكون عندي سابستنس لايك اي بي مثلا، دي سابستنس اسمها اي بي، هروح اسخنها ابلاي هيت، وخلي بالك تراينجل دوت معناه ان انت بتابلاي هيت، يعني معناه ان انت بتسخن. تمام. هتبدا تتفكك لبرايمري اليمنت او برايمري كومباوندز او السمبلر كومباوند، يعني دي هتتفكك لحاجات بسيطه. تخيل كده مع حضرتك حاجه زي القلم مثلا، قلم زي كده اهو، قلم زي كده. القلم دوت هو السابستنس بتاعت حضرتك. السابستنس ديت يا دكاترتي اول ما حضرتك ما هتسخنها هتتفكك لحاجات ابسط من القلم نفسه، يعني ابسط من الكومباوند الاصلي اللي كان موجود، صح؟ ليه؟ لان الكومباوند الاصلي اللي كان موجود ده كان بيتكون من اي بي على بعض، انما لما جينا كسرناه اتحول لحاجات بسيطه او اليمنت ابسط منه، صح الكلام دوت؟ فده بنسميه ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن ده معناه ايه يا مستر اسلام؟ كيميكال رياكشن which involves اللي فيه breaking up الكومباوند، يبقى الكومباوند كله اللي هو اي بي دوت هيتكسر with the effect of heat into primary element. element كانت اوليه، كانت بتكونه اصلا، element كانت بتكونه اساسا. طب وايه تاني يا مستر اسلام؟ or simpler compounds او حاجات بسيطه خالص، الاوريجينال بتاعه. تمام، زي الاوريجينال، يعني سمبلر كومباوند زي الاوريجينال اللي هو الكومباوند الاصلي. طب يا مستر اسلام احنا عندنا كام رياكشن هنا؟ انا عندي هنا 5 رياكشنز بناخدهم وبناخد كاكزامبل عليهم او كابليكيشن عليهم، يبقى انا عندي 6 رياكشنز موجودين. طيب يا مستر يلا بينا. انا عندي اول رياكشن هو الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن اوف ميتال اوكسايد. خلي بالك لما اجي اقول لحضرتك كلمه ميتال اوكسايد ديت، ده معناه ايه يا مستر؟ او بص كده، ميتال اوكسايد دي معناها ايه؟ انا لازم ابقى فاهم معناها. معناها ان انا عندي ميتال بلس اوكسايد، يعني اكسجين جاز. الميتال لايك مين؟ والله يا مستر لايك صوديوم مثلا، بلس اكسجين جاز يبقى Na2O، ده اسمه ميتال اوكسايد يعني صوديوم اوكسايد. طبعا دي اسم العيله نفسها يا حبايبي، دي اسم العيله نفسها. فده صوديوم اوكسايد، بص كده MgO، مغنيسيوم اوكسايد، ما ده ميتال، المغنيسيوم ده اسمه ميتال. والاكسجين اوكسايد بص كده CaO، ده ميتال وده اوكسايد، يبقى اسمه ميتال اوكسايد اللي هو عيله ميتال الاوكسايد او كالسيوم اوكسايد.
ده خلي بال حضرتك معايا كمان يا صديقي الصدوق ان انا ممكن اقول لك HgO، وده ميتال اوكسايد اللي هو ميركريك اوكسايد او ميركوري اوكسايد. الميركريك اوكسايد دوت يا شباب هو ده الاكزامبل بتاعنا في المنهج، هو ده الاكزامبل بتاعنا في المنهج، الميركريك اوكسايد. فانا لما اخد الميركريك اوكسايد اكسره بالهيت، طبيعي هيديني ميركوري لوحده واكسجين لوحده، فراح مطلع لي الميركوري وراح مطلع لي الاكسجين. خلي بالك ان الاكسجين لازم تتكتب O2. ليه يا مستر اسلام؟ ربنا خلقها انها موجوده في الهواء على هيئه O2، فطبيعي ان انا يوم ما اكتبها ما اكتبهاش O واحده، اكتبها كام؟ O2. اكتبها ايه يا شباب؟ O2. فتعالى بص معايا كده اهوت يا صديقي الصدوق، هتلاقي عندك ال HgO ده لما بيتكسر بيتحول ل HG بلس. ال HG هو بيبقى موجود HG واحدة عادي خالص في الطبيعة، انما الاكسجين في الطبيعة موجودة على هيئة 2 اكسجين اتوم، يعني بنسميها داي اتوميك. داي اتوميك. سجل عندك نوتس يا صديقي، امسك ورقة وقلم وسجل معايا النوتس دي. تمام؟ فبيبقى O2. طب يا مستر اسلام تعالى كده نشوف هنا كام ميركوري. HG واحدة. طب وهنا كام واحدة؟ واحدة، ما فيهاش مشكلة. طب بص كده الأكسجين بعد إذن حضرتك، هتلاقي فيها أكسجين واحدة. طب خرجت كام؟ قال لك خرجت 2 أكسجين. يبقى تعالى هنا وحط 2. ال 2 ديت معناها إنها مالتبلايد في الميركوري ومالتبلايد في الأكسجين كمان. فعند حضرتك الميركوري كان داخل 2، أنت خليته 2 دلوقتي وخارج 1، فلازم تحط هنا 2. مستر هو ايه اللي حضرتك بتعمله ده؟ ايه الارقام اللي انت كنت بتعملها ديت؟ قال لك دي حاجه بنسميها بالانس اوف كيميكال ايكويشن. اوف كيميكال ايكويشن. ايه البالانس اوف كيميكال ايكويشن دوت؟ وزن المعادله. تخيل حضرتك دوت لو نازل سوبر ماركت ورايح بتديله 10 جنيه، 10 جنيه بحالها يا صديقي، وبتاخد كيس شيبسي ب5 جنيه، هل هتاخد كيس شيبسي وتمشي ولا الدفه مش هتبقى مظبوطه؟ الراجل داخل له 10 جنيه وانت واخد بس 5 جنيه، واخد حاجات ب5 جنيه، فلازم هو يرجع لك نفس الكلام 5 جنيه، علشان اللي داخل للراجل واللي خارج من عند الراجل اللي هو الفلوس اللي داخله له اللي هي ال5 جنيه، واللي خارج من عنده اللي هو كيس الشيبسي، لازم يكونوا قد بعض. انما ما ينفعش تروح تديله 10 جنيه وتاخد كيس شيبسي ب5 جنيه، لازم تعادل الدفة. فانا هنا هو العدد اللي داخل دوت لازم يكون قد الكمية اللي خارجة. عدد الاتومز اللي بتخش الرياكشن لازم تكون عدد الاتومز اللي بتخرج من الرياكشن هي. فده لو كان عندي هنا هو واحدة اكسجين واتنين اكسجين فكان لازم احط رقم 2 قبل الايكويشن. وصلت كده؟ طبعا البالانس احنا مش بندرسه في ثالثه اعدادي، احنا ندرسه اكتر في اولى ثانوي، ولكن انا حبيت ادي لحضرتك تنويه. طب انا مش عايز اهتم بالبالانس يا مستر دلوقتي، قال لك براحتك عادي مش مشكله، ما تهتمش بيه، بس هتضطر ان انت تحفظه يا صديقي، فلو حفظته هيبقى اصعب بالنسبه لك من ان انت تهتم بان انت تعمل بالانس. تمام يا صديقي ولا في مشكله؟ مفيش مشكله. مستر هو انا عرفت منين ان الميركريك اوكسايد اتحول لميركوري واكسجين؟ قال لك بسيطه جدا يا صديقي، الميركريك اوكسايد دوت لونه اصلا ريد، لونه ريد. طب والميركوري لونه سيلفر، لونه فضي كده. فمن الطبيعي اول ما الريد يختفي disappear والسيلفر يظهر appeared، فمن هنا هو تبقى الرياكشن خلص. تمام يا اصدقائي؟ طب ما تيجي يا مستر نشوف الكلام دوت اهو. بص لونه ريد اهو اتحول لسيلفر، يبقى الرياكشن خلص. خلي بالك ان الاكسجين جاز which evolves دوت increase the glow of burning match. ما هو لو جبت burning match، جبت عود كبريت وولعته وقربته من التست تيوب اللي احنا بنسخن فيها او اللي احنا بنعمل فيها ديكومبوزيشن رياكشن بتاعنا، هتلاقي الجلو بتاع البيرنينج ماتش ده بيزيد انكريزد، يعني بتولع اكتر، بتتحرق اكتر. ليه؟ عشان في اكسجين جاز بس احنا مش شايفينه، في اكسجين جاز كان خارج بس احنا مش شايفينه يا صديقي. طب ما تيجي معايا تاني كده ونخش على التفاعل الجديد الا وهو الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن لعيله جديده خالص اسمها ايه؟ ميتال هيدروكسيد. ايه ميتال هيدروكسيد يا صديقي؟ طب فوق يا مستر اسلام كان اسمها ايه؟ ميتال اوكسيد. خلي بال حضرتك من الكلام، دي عيله ودي عيله تانية خالص يا صديقي. الميتال هيدروكسيد ده اسم العيله، ممكن يكون فيها كالسيوم هيدروكسيد، والهيدروكسيد بنرمز ليه بالاو اتش، يبقى ميتال مع او اتش. ممكن يكون يا مستر اسلام كبر هيدروكسيد، ممكن يكون صوديوم هيدروكسيد،
دي عيله، العيله دي تحتها كل الميتال هيدروكسيد بتاعتها. يعني ممكن يكون تحتها كالسيوم هيدروكسيد، كبر هيدروكسيد، صوديوم هيدروكسيد، مغنيسيوم هيدروكسيد، بوتاسيوم هيدروكسيد، ممكن يكون تحتها حاجات كتير. طب احنا منهجنا يا مستر، معلش يعني استيك شويه على المنهج يا مستر، بيدرس مين؟ قال لك ما بيدرسش غير الكبر هيدروكسيد بس من العيله دي كلها، عيله الميتال هيدروكسيد. فطبيعي لما يجي يدرس الكبر هيدروكسيد CuOH باي 2 وتيجي تعمل لها سيرمال ديكومبوزيشن، ده لما بيتكسر لماده سودا كده، بلاك سبستانس اسمها كبر اوكسيد. انا مش هكمل، انا عارف ان انت شايف مين اللي هيطلع تاني، بس انا مش هكمل، هخليك انت اللي تستنتج. تعالى كده، الكبر خرجت ولا ما خرجتش؟ خرجت. هنا هو التو ديت معناها ان انا عندي 2 هيدروجين وعندي 2 اكسجين، يعني 2 من الاكسجين و2 من الهيدروجين. طب في واحده اكسجين خرجت، يتبقى واحده. طب وكم هيدروجين لسه ما خرجتش؟ 2. برافو عليك، انا سامعك وانت بتقول لي 2. يبقى H2O اللي هو الووتر. وخليني اقول لحضرتك، اوعى تقول لي ووتر وتسكت. ليه يا مستر؟ اسمها ووتر فيبر. ايه ووتر فيبر؟ ليه؟ لان احنا بنسخن يا صديقي الصدوق، وطالما بنسخن يبقى الميه اللي خارجه على هيئه ووتر. تعالى بص كده يا صديقي معلش، شايف انت الثلاث خطوط دولت مش محطوطين كده وخلاص، لا، ده معناه ان في فيبر خارج، في فيبر خارج. اهي دي الكلام دوت. لا يا مستر، انا معتقد كده ان انا بدات افهم شويه ان احنا لما يكون عندنا سابستانس ونسخنها بتتكسر لحاجتين ابسط من السابستانس الاولانيه، بسيطه يعني simpler compound from the original compound. تمام. والميتال هيدروكسيد يوم ما بيتكسر بيطلع ميتال اوكسيد. خلي بالك، مش ده اسمه ميتال هيدروكسيد، كبر هيدروكسيد هيطلع ميتال اوكسيد اللي هو CuO، ميتال اوكسيد بلس ووتر فيبر. واوعى تنسى بالله عليك كلمه فيبر ديت، لان انا ساعات باجي في الامتحانات اقول لك ميتال اوكسيد اند ووتر فيبر، ميتال اوكسيد اند ووتر، واسكت ما اتكلمش تاني، اقول لك ووتر بس. لا، انت لازم تختار ميتال اوكسيد ووتر فيبر. طب ما تيجي عند الثيرد رياكشن بقى، او العيله الثالثه. العيله الثالثه اللي احنا هندرسها مين يا مستر اسلام؟ قال لك ميتال كربونيت. الكربونيت هي سيمبل بتاعها ثابت ما بيتغيرش يا اصدقائي. مين هو يا مستر؟ CO3. الميتال بتاعي هسيبها لك انت دي بقى، والله العظيم ممكن يكون كالسيوم كربونيت، ممكن يكون صوديوم كربونيت، ممكن يكون كبر كربونيت. العيله بتاعت الميتالز كلها حطها وحط جنبيها كربونيت. طب ومستر، واحنا بنستيك شويه على المنهج زي ما حضرتك ما قلت لنا، هندرس انهي واحده؟ احنا هندرس دي بس من العيله كلها، يعني هندرس واحده بس من العيله، مش هندرس الكل، هندرس مين؟ كبر كربونيت. هندرس مين؟ برافو عليك، كبر كربونيت. فالكبر كربونيت بتاعي اللي هو لونه اصلا جرين، لونه ايه؟ اخضر. اول ما نديله ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن، بص يا صديقي الصدوق، الكبر مع الاكسجين يخرج كبر اوكسيد اللي هو هيطلع ميتال اوكسيد. ما ده كبر اوكسيد يعني ميتال اوكسيد اللي هو من عيله الميتال اوكسيدز. كلام جميل. فاكر الميتال اوكسيد بتاع اول ايكويشن؟ ايوه، هو من العيله ديت اسمه ميتال اوكسيد. وهيروح مطلع لك الباقي. مين الباقي؟ مش هو طلع الCu بره وطلع واحده من ال3 اكسجين ديت اهيت، اتبقى 2 اكسجين وواحده كربونه. ادي الكربونه ديت اتبقت و2 اكسجين هم اللي هي خرجت كربون دايوكسيد جاز. ففي الحاله اللي زي دي لما يكون عندي ميتال كربونيت يخرج كربون دايوكسيد جاز وميتال اوكسيد. يخرج ايه يا حبيبي؟ كربون دايوكسيد جاز اند ميتال اوكسيد. انا هعرف منين ان التفاعل خلص؟ قال لك عندك هنا جرين هيتحول لبلاك، جرين يتحول لايه؟ لبلاك. يبقى اول رياكشن عند حضرتك خالص علشان تبقى عارفه، اول رياكشن عندك كان بيبقى ريد يتحول لسيلفر، تاني رياكشن كان بيبقى بلو يتحول لبلاك، واخر رياكشن او تالت رياكشن عندنا من الجرين للبلاك. في مشكله في الحته دي زي ما انت شايف قدام حضرتك اهو. الكربون دايوكسيد ده جاز يا حبايبي، الكربون دايوكسيد ده ايه؟ جاز. تمام. في مشكله؟ لا يا مستر. نمبر 4 يا صديقي، العيله الرابعه وهو الميتال سلفيت. السلفيت ده سيمبل ثابت ما بيتغيرش يا اصدقائي، ده جروب ثابته من الاتومز ما بتتغيرش. اسمها ايه يا مستر اسلام او رمزها ايه؟ قال لك SO4. هو ده السلفيت. طب يا مستر والميتال؟ لا، خد عندك بقى يا صديقي، اتكلم وانا ما اتكلمش اكيد انت عارف. صوديوم سلفيت، كالسيوم سلفيت، مغنيسيوم سلفيت، كوبر سلفيت.
وهو ده اللي احنا بنستيك عليه شوية في المنهج بتاعنا، لان منهجنا ما بياخدش غير العيلة دي بس. هي العيلة دي بس ما بيدرسهاش. في العيلة دي كلها ما بياخدش غير الراجل الطيب دوت اللي هو اسمه ايه؟ كبر سلفيت. كبر سلفيت. لونه بلو. لونه بلو يا صديقي. اللون الكبر سلفيت اهو بلو. عارف بيخرج مين؟ زيه زي اللي فوق كده. مش كان بيخرج واحدة سي واتنين او 2؟ ده هيخرج واحدة اس وتلاتة اكسجين. بص كده اس او 3. عشان وانت بتحفظ تبقى مركب كل حاجة على بعضها بحيث ان انت ما تنساش بسرعة يا صديقي. مش عايزك تنسى. فانت ده هيخرج واحدة اس وهيخرج 3 من الاكسجين يبقى اس او 3، والباقي خرجه اللي هو سي او سي يو وواحدة اكسجين اللي هي زائد ديت هتبقى 4. كان لونه بلو فتحول لونه لبلاك. فتحول لونه لايه يا حبيبي؟ لبلاك. وده بنسميه يا مستر اسلام كبر اوكسايد وسلفر تراي. ليه كلمة تراي هنا يا مستر اسلام؟ قال لك تراي يعني 3. يعني 3 اكسجين. ما هو تراي اوكسايد يعني 3 اكسجين يا صديقي الصدوق. ده اسمه سلفر تراي اوكسايد. سلفر تراي اوكسايد. اخر عيلة عندنا الا وهي عيلة الميتال نايتريتس. ميتال ايه يا حبايبي؟ نايتريت. ايه الميتال نايتريت دي يا مستر اسلام؟ يلا بينا. النايتريت هو جروب ثابت ما بيتغيرش يا شباب، ان او 3. ميتال نايتريت خد عندك يا صديقي صوديوم نايتريت، كالسيوم نايتريت، مغنيسيوم نايتريت، كابر نايتريت. مستر هو احنا هناخد الكبر نايتريت زي المنهج؟ قال لك لا، انت المره دي هتاخد صوديوم نايتريت يا صديقي، مش هتاخد الكبر نايتريت. يعني يا مستر انت في 3 ايكويشن اللي فاتت قاعد بتقول كبر كبر كبر. كبر هيدروكسيد، كبر كربونيت، كبر سلفيت، جت في النيتريتس ومش هناخدها. قال لك سبحان الله هو منهجنا كده. تمام. فاحنا هناخد الصوديوم نايتريت. صوديوم نايتريت اللي هو ان ايه؟ ان او 3. تعالى لي هنا اهوت علشان نشوف الحته بتاعت البالانس مع بعضنا. بص يا حبيب قلبي، لما يكون عندك ان ايه ان او 3، خد بالك من حته 3 ديت. ده اسمه ايه؟ اسمه صوديوم نايتريت. اسمه ايه؟ صوديوم نايتريت. لا قولها معايا، انا عايزك تقولها علشان انا قاصد ان انت تقولها بالشكل ده. نايتريت. علي علي نايتريت عشان فيها 3 اكسجين. عارف دوت لما بتيجي تعمل له سيرمال ديكومبوزيشن رياكشن بيتحول لايه يا صديقي؟ بيتحول لايه يا مستر؟ قال لك بص يا صديقي الصدوق، تحول لان ايه ان او 2. يا نهار ابيض، ده هو. قال لك هو بس الفرق في الاكسجين خرج. طب هو الاكسجين هنكتبها او واحده ولا نكتبها او 2؟ برافو، انا سامعكم بتقولوا او 2. ليه؟ لان ربنا خلقه على الارض او 2. صح وانا غلطان؟ قال لك فبالتالي هو او 2. طب وهنا مستر اسلام قال لك ده اسمه ايه بقى؟ اسمه صوديوم. ما ده اسمه صوديوم والمجموعه دي اسمها ايه؟ ان او 2 ديت نايترايت. يا نهار ابيض، انت مش واخد بالك من حاجه؟ مش واخد بالك من اللي انا واخد تحتيه خط دوت؟ هنا اي تي اي اي تي اي، اما هنا اي تي اي. فرقت؟ فرقت في اكسجين يا صديقي الصدوق. هنا كان 3 اكسجين، هنا 3 اكسجين اهي وهنا هوت 2 اكسجين. فبقى عندي بدل ما كانت صوديوم نايتريت بقت صوديوم نايترايت. بدل ما هي كانت صوديوم نايتريت لا بقت صوديوم نايترايت. فرقت ولا ما فرقت؟ فرقت مستر. اقول لك نعم يا حبيبي. هتقول لي يا مستر اسلام تعالى بس كده ركز معايا. الصوديوم هنا داخله بواحده وهنا خارجه بواحده. الان نيتروجين دي داخله بواحده وهنا خارجه بواحده. اما الاكسجينه كانت داخله بكام؟ ب3. خرجت هنا 2 وهنا 2، يعني خرجت 4 اكسجينه. يبقى دي بالانسد؟ لا، ده اللي داخل للراجل قليل واللي خارج من عند الراجل كتير. يبقى انا لازم اعمل لها بالانس، اروح حاطط هنا 2. ال2 ديت عملت ايه؟ خليت لك الصوديوم 2 وخليت لك النيتروجين 2 وخليت لك الاكسجين، برافو، 2 باي 3 خليت لك الاكسجين 6 اكسجينه. 6 ايه؟ اكسجينه. طب ما انا هحط هنا 2 علشان الصوديوم بقى 2 والنيتروجين بقى 2، فدي الصوديوم يبقى 2 والنيتروجين يبقى 2. طب والاكسجينه ديت تبقى كام؟ تبقى 4 اكسجين صح؟
طب وهنا 2 2 4 6. وصلت كده؟ طب يا مستر انا حوار البالانس دوت مضايقني. قال لك ما تشغلش بالك بيه، احفظ ان هنا في 2 وهنا في 2، والسنه الجايه في الكيمستري هنوضح كل الكلام دوت وناخد اكزامبلز كتير على الجزء ده. تمام يا صديقي الصدوق؟ في مشكله؟ لا. ودوت يا مستر اسلام انا هعرف منين ان هو اتغير؟ قال لك بدل ما كان هيبقى وايت كلر هيتحول ليلوش وايت. يلوش وايت. تمام؟ يعني ايه يلوش وايت؟ يعني اوف وايت يا صديقي. ما احنا عارفين الاوف وايت ابيض مصفر سيكا كده. تمام؟ ويروح مخرج لك الاكسجين جاز بتاع حضرتك. انا عندي هنا هو ابلكيشن على الثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. لما يكون عندك صوديوم ازايد Na3 دخل عليه الكتريك سبارك يتفكك لصوديوم ونيتروجين جاز. ايه الكلام ده يا مستر اسلام؟ الكلام ده حبايبي احنا بنستخدمه في الاير باجز. الاير باجز ديت انفلاتابل باج. انفلاتابل باج يعني هي فولدد كده متقفله على بعضها. تمام؟ موجوده فين يا مستر اسلام؟ انسايد الستيرنج ويل. عارفين انتوا الدركسيون اللي احنا بنسوق بيه ده؟ موجوده فيه اير باجز. احنا كلنا عارفين الاير باجز. ايه اللي بيحصل؟ ادي العربيه ماشيه، اول ما العربيه دي تتحرك كده 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 وتخبط في حاجه يبدا تتولد شراره كهربيه، يبدا يطلع الكتريك سبارك. الالكتريك سبارك اللي اشتغلت ديت تبدا تكسر لك الماده اللي احنا كنا حاطينها جواها اللي هي الصوديوم ازايد. الصوديوم ازايد يروح مطلع لك نيتروجين. عارف النيتروجين ده ايه؟ اسمه نيتروجين جاز. اسمه ايه؟ نيتروجين جاز. النيتروجين جاز دوت يا صديقي الصدوق هو اللي بينفخ لك الاير باج، علشان لو لا قدر الله العربيه عملت حادثه ما تخبطش في الدركسيون، تخبط في الاير باج ديت. انتوا عارفين الاير باج ديت بتقعد فتره قد ايه؟ بتقعد فتره قليله جدا، تقريبا 40 ملي سكند. يعني بص كده بيقول لك ايه؟ الباج جيتس انفليتد باي نيتروجين جاز، تتنفخ بالنيتروجين جاز at an extreme speed بسرعه فائقه جدا، سرعه كبيره جدا within only 40 ملي seconds. يعني هم 40 ثانية بس تتفتح فيهم. ليه يا مستر اسلام 40 ثانية؟ علشان تخلي السواق اللي هو اتخبط فيها دوت يلحق يشوف طريقه، هو اتخبط في ايه ولا هيعمل ايه قدام، صح كده؟ gets vacuumed rapidly يعني تفسي على طول، ترجع مرة تانية vacuumed to ensure clear vision and proper movement for the driver، علشان تخلي الراجل يشوف كويس قدامه. تمام كده يا صديقي؟ طبعا احنا مهم جدا ان احنا نبقى عارفين الايكويشن ديت. الكلام دوت ده معلومه لحضرتك، معلومه لحضرتك. وبكده يا صديقي الصدوق احنا يبقى خلصنا الجزء الاول من الرياكشنز الا وهو ثيرمال ديكومبوزيشن رياكشن. تعالى بقى يا صديقي وركز معايا وفوق وتعالى لي في الجزء بتاع السبستيتيوشن رياكشن. ايه حوار السبستيتيوشن رياكشن ده مستر؟ تعالى انا افهمك. قول بسم الله كده وتركز مع مسترك. بص يا صديقي الصدوق، سبستيتيوشن رياكشن ده معناها عمليه استبدال. معناها عمليه ايه؟ استبدال. لو كان عندك اليمنت ايه، الاليمنت دوت داخل على كومباوند، خلي بالك انا قلت ايه؟ اليمنت داخل على كومباوند. انا دلوقتي مش هشرح بالتفصيل، انا لسه اروح اشرح بالتفصيل والايكويشنز بتاعتك، بس انا هديك اوفر اول رياكشن كده بيحصل ايه. تمام؟ اليمنت داخل على كومباوند اسمه بي سي. ماشي يا مستر؟ الايه دوت لو كان ضعيف ويكر ذان البي، ضعيف مش هيقدر يخش مع البي، يبقى هنا نو رياكشن. تكتب لي كده نو رياكشن. ده لو كان ايه ضعيف مش هيقدر يخش مكان ده، مش هيقدر يستبدله. اما لو كان ايه قوي بقى، بي سي كده اهو. اما لو كان ايه اكتف than more active than B، فبالتالي ال A كان replace ال B، يعني يقدر يقول له باي باي كامبورا. يقول له ايه يا حبايبي؟ ايوه برافو، قول باي باي كامبورا. فال A يروح شايل ال B وداخل مكانه. يعني ايه يخش مكان ال B؟ اهو بص بقى AC. فين ال B؟ خرجت بره. ليه؟ لان ال A more active than ال B. A more active than ال B يعني اقوى منها. شايف الرياكشن ده بنسميه ايه؟ بنسميه ايه يا مستر اسلام؟ بنسميه simple substitution reaction. ان انا يكون عندي element more active than element تاني فكان ريبليسه،
في الكومباوند بتاعه، يقدر يشيله ويخش هو مكانه. تمام كده؟ زي ما تكون حضرتك قاعد على كرسي وانا اقوى منك، هشيلك من على الكرسي واقعد مكانك، يبقى كده حصل عملية استبدال ولا ما حصلش؟ حصل. طب لو انا اضعف منك مش هيحصل عملية الاستبدال، يعني مش هيحصل رياكشن. وصلت كده؟ طب يا مستر اسلام معلش خلينا بس نبقى واضحين مع بعض، انا هعرف منين ان ايه مور اكتف ذان البي ولا ايه ليس اكتف ذان البي؟ انا هعرف منين هو الايه ده قوي ولا ضعيف؟ والله انت سألتني سؤال جميل يا ولا، والله العظيم يا بنوته انت سألتي سؤال جميل. تعالوا انا اقول لكم تعرفوا منين. عندكم حضراتكم هنا هوت في الكتاب كاتبين لحضرتك في الشيت بتاع حضرتك هتلاقي كل الاليمنت اللي موجوده arranged according to their activity، مترتبة على حسب الاكتيفيتي بتاعتها. يعني بوتاسيوم، صوديوم، باريوم، كالسيوم، مغنيسيوم، ألمنيوم، زنك، ايرون، تين، ليد، هيدروجين، كبر، ميركوري، سيلفر، بلاتينم، جولد. كل الاليمنت ديت مرتبتها على حسب الاكتيفيتي بتاعتها. تمام كده؟ arranged according to their activity. الموست اكتيف element بنكتبه فوق يا شباب، والليس اكتيف اليمنت بنكتبه تحت. يبقى مين عندك الموست اكتيف اليمنت؟ مين اقوى واحد او انشط واحد موجود عندك؟ البوتاسيوم يا مستر. طب ومين اضعف واحد موجود عندك؟ او الليس اكتيف اليمنت او الان اكتيف، بلاش نقول ليس دي لان هو فعلا ان اكتيف اليمنت. قال لك الجولد يا مستر، اللي هو الذهب يا مستر. طب والهيدروجين دوت؟ قال لك ده لا هو اكتيف ولا ليس اكتيف، هو اصلا في النص ما بينهم هما الاثنين، هو اللي بيفصلهم هما الاثنين. في مشكله كده؟ يبقى انا عندي دلوقتي البوتاسيوم يقدر يشيل الصوديوم ولا ما يقدرش؟ يقدر يشيله يا مستر. ليه؟ لان البوتاسيوم مور اكتيف ذان الصوديوم، او ان البوتاسيوم بيجي قبل الصوديوم في الترتيب بتاعنا، صح؟ قال لك اه. طب مين يشيل مين؟ الليد يشيل الالومنيوم ولا الالومنيوم يشيل الليد؟ قال لك لا، الالومنيوم هو اللي يشيل الليد يا مستر اسلام. ليه؟ لان الالومنيوم مور اكتيف ذان الليد. او ممكن نقولها بطريقه تانية، ان الالومنيوم become before الريد ان الارينجمنت بتاعتك في الترتيب بتاعي، صح كده؟ طب يا مستر هو الارينجمنت ده بنسميه ايه؟ قال لك الارينجمنت دوت بتسميه ايه؟ قال لك بنسميه كيميكال اكتيفيتي سيريز. بنسميه الكاس يا فندم. بنسميه ايه يا حبيب قلبي؟ الكاس يا فندم، اللي هو كيميكال اكتيفيتي سيريز. كيميكال اكتيفيتي سيريز يا صديقي، برافو عليك. الكيميكال اكتيفيتي سيريز ديت معناها ايه؟ خلي بالك كلمه كاس دي جايه اصلا من كيميكال اكتيفيتي سيريز، كيميكال اكتيفيتي سيريز. فكلمه كاس جايه اصلا من الجمله دي اللي هي كيميكال اكتيفيتي سيريز. وده عباره عن ايه؟ قال لك الارينجمنت اوف ميتالز اللي عند حضرتك ان descending اوردر. يعني ايه descending اوردر؟ يعني ترتيب الميتال ان descending اوردر، يعني من الاقوى للاضعف يا صديقي. اوردر according to their degree، على حسب الدرجه of their activity، درجة الاكتيفيتي بتاعته، يعني ده اكتف ولا ليس اكتف، وهكذا. فانا هنا اهوت يا مستر انا مضطر احفظ ده كله كده، ايوه مضطر تحفظ ده كله كده، هو الاسم والرمز بتاعه علشان تقدر تعرف مين كان ريبليس التاني. اعيد الكلام دوت في مشكلة؟ فلو كان عندك ايه دوت مور اكتف ذان البي، فايه يقدر يشيل البي ويخش مكانه. بص كده دخل مكانه لا وخرج لك البي بره. ده بنسميه ايه؟ سمبل سبستيتيوشن رياكشن. السمبل سبستيتيوشن رياكشن ده كيميكال رياكشن يا راجل. طب ما انا عارف انه كيميكال رياكشن، امال انت حضرتك بتشرح ايه يا مستر اسلام؟ ما انا بشرح على طول الكيميكال رياكشن. يبقى دي ار كيميكال رياكشن ان ويتش اللي فيه بقى one of the element، واحد من الاليمنت دولت substitutes، يعني يستبدل او يستبدل another less active element، يشيل element تاني اضعف منه. اضعف ده قانون الغابة يا اصدقائي، قانون الغابة. تمام؟ ان القوي يشيل الضعيف، القوي يشيل الضعيف. ده اسمه simple substitution reaction. وتعالى لي هنا هو احنا بندرس فيها 3 انواع من الرياكشن. 3 انواع من ايه؟ من الرياكشن. اول حاجة عندك metal substitutes او ريبليس، يعني ما هو ميتال سبستيتيوت ديت يعني ريبليس الهيدروجين اوف ووتر، هيدروجين اوف ووتر. تعالى لي كده بقى ونروح نشرحها بالتفصيل. بص يا اصدقائي، لما يكون عندي ميتال لايك صوديوم مثلا، ميتال لايك الصوديوم ان ايه، يجي يتفاعل مع الووتر اللي هي H2O. طب تسمح لي ان انا اكتب الميه بدل H2O اكتبها بالشكل ده HOH؟ ايه ده يا مستر؟ دي هي دي؟ ايوه
HOH هي ال H2O. سجل عندك في النوتس يا صديقي علشان تفهم اكتر. HOH اهي يا مستر اسلام اهي HOH. قال لك في الحاله اللي زي دي هسال نفسي سؤال اهو، خلينا نكتبها مره تانية كده، ادي Na بلس HOH. هل ال Na تقدر تريبليس الهيدروجين ولا ما تقدرش؟ وانا اعرف منين يا مستر؟ لا يا صديقي انت تعرف دلوقتي. بص كده، فين الصوديوم؟ اهو الصوديوم ال Na اهو. فين الهيدروجين؟ ادي الهيدروجين تحت. ايه ده الصوديوم بيجي قبل الهيدروجين وقبله بكتير كمان، يعني التفاعل هيبقى قوي جدا. تمام. ففي الحاله اللي زي ديت يا اصدقائي، يا اصدقائي هيبقى عندك الصوديوم كان ريبليس الهيدروجين فيخرج على هيئه Na OH. ايه ده؟ فين الهيدروجين؟ قال لك ما هو هيخرج بره، بس خلي بالك ان الهيدروجين ربنا لما خلقه لوحده في الهواء خلقه على هيئه H2 جاز. ايه ده زيه زي الاكسجين. قال لك ايوه زيه زي الاكسجين يا صديقي، هو زيه زي الاكسجين جاز، فخلقوا على هيئه H2. ايه H2. في الحاله اللي زي ديت يا صديقي الصوديوم دخل مكان الهيدروجين وخرج لك ده. تعالى كده بقى نعمل البالانس، هنحط هنا 2 وهنحط هنا 2 وهنحط هنا 2. انا عارف ان في عصافير بتصوصف فوق دماغك دلوقتي، بس يا مستر اسلام الفكره في ايه؟ الفكره ان عندي صوديوم واحده طب ليه هتحط 2؟ قال لك ما بص كده، الهيدروجين هنا كام واحده؟ واحده اهي، ودي واحده اهي، يبقى كده كام هيدروجينه؟ 2 صح. طب وهنا كام هيدروجينه؟ 2. وهنا نسيت دي ولا ايه؟ يبقى انت كده عندك 3 هيدروجين خارجين، يبقى 3 خارجين و2 داخلين. ينفع؟ ما ينفعش. يبقى لازم احط هنا 2، احط هنا 2 وهحط هنا 2. كده انت لو بصيت عليها هتلاقيها مظبوطه ان شاء الله. بص كده، هنا 2 هيدروجين ودي 2 هيدروجين تاني، يبقى كده عندك 4 هيدروجين، يبقى كده انت عندك 4 اتش هنا اهو. طب وهنا هو 2 هيدروجين يبقى 2 هيدروجين، وهنا اتش 2 يعني 2 تانيين يبقى برضو 4 هيدروجين. يبقى كده كان داخل 4 وخرج 4. الصوديوم والاكسجين برضو متظبطين، حتى حضرتك تقدر تراجعهم مره تانية. يبقى الصوديوم كان ريبليس الهيدروجين ولا كان نوت ريبليس الهيدروجين؟ كان ريبليس الهيدروجين يا مستر، يقدر يشيل الهيدروجين. الله، ليه؟ لانه مور اكتف ذان الهيدروجين. طب ليه هو مور اكتف ذان الهيدروجين؟ لانه become before الهيدروجين in chemical activity series، بيجي قبل الهيدروجين في الكيميكال اكتيفيتي ايه سيريز يا اصدقائي. تمام. وده الرياكشن بتاع حضرتك. مستر نعم، هو انا ملاحظ كده خير اللهم اجعله خير ان الرياكشن مطلع نار ليه يا مستر اسلام؟ قال لك لان في هيت في الرياكشن ده. الرياكشن ده بنسميه من الرياكشن اللي بتطرد هيت، بتخرج هيت. فانت لما تيجي تحط صوديوم على ميه وتيجي تمسك الكونتينر بتاعك تلاقيه سخن ليه يا مستر؟ عشان فيه هيت خارجه. الهيت دي وهي خارجه بتمسك في الهيدروجين تحرقه، تعمل له بيرن. فالهيدروجين ان هو بيرنينج وذ بوب ساوند، يتحرق فيديك الشكل اللي قدام حضرتك ده. يبقى الشكل النار اللي خرجت ديت خرجت بسبب ايه؟ ان الهيدروجين جاز اللي خارج معاه هيت، خارج معاه حراره. الحراره ديت بتبدا تحرقه فبيدي لك بوب ساوند او يتحرق بالشكل اللي قدامك دوت. وصلت يا صديقي؟ وبكده احنا خدنا اول نوع من التفاعلات، ان الاكتيف ميتال يتفاعل مع الميه. يتفاعل مع الايه؟ مع الميه. طب ما تيجي ناخد التفاعل الثاني، ان الاكتيف ميتال يتفاعل مع الهيدروجين برضو، بس مش الهيدروجين بتاع الووتر، لا الهيدروجين بتاع الاسيد. ايه ده، هو في فرق؟ بص يا صديقي، هو الفرق مش كبير، هو بس الهيدروجين بتاع الووتر هي HOH بالشكل دوت، اما الهيدروجين بتاع الاسيد فهو HCl مثلا او H2SO4. هنا احنا بندرس في منهجنا HCl فخلاص هندرس ال HCl. كلام جميل. يعني هي نفس الفكره بس هيشيل الهيدروجين بقى، هيشيل ايه؟ الهيدروجين. طب ما تيجي نشوف يا مستر اسلام، فوق لما كنا بنفاعل الميتال مع الهيدروجين بتاع الووتر كان بيطلع لك ميتال هيدروكسيد وبيطلع لك هيدروجين جاز، اما تحت مش هيطلع كده، هيطلع لك سولت، هيطلع لك ملح. يعني السولت اوف اسيد اسمه ملح الاسيد. كلام جميل. وهيطلع لك هيدروجين جاز برضه. ما هو كده احنا هنريبليس هيدروجين جاز، فلازم الهيدروجين جاز يكون هو اللي بيخرج. لازم الهيدروجين جاز يكون هو اللي ايه؟ اللي بيخرج. مستر ما تديني اكزامبل؟ يا سلام، من احنا الاثنين يا صديقي الصدوق. بص كده يا صديقي، الزنك يتفاعل مع ال HCl. هل الزنك يقدر يشيل الهيدروجين ولا ما يقدرش؟ معرفش، انا لسه ما حفظتش يا مستر اسلام. قال لك لا هو يقدر. طب ممكن نتاكد يا مستر اسلام؟ يا سلام، ممكن نتاكد. فين الزنك؟ اهو الزنك اهو، ادي الزنك اهو انا بشاور عليه. فين الهيدروجين؟ ادي الهيدروجين.
يبقى كان ريبليس ولا كانوت ريبليس؟ كان ريبليس. فيروح مطلع لك ايه بقى؟ طلع لك ZnCl2 زائد هيدروجين جاز، وهبقى مضطر ان انا احط هنا 2 لان احنا قلنا الهيدروجين جاز بيخرج على هيئه H2، والزد ان بترتبط باتنين كلورين، فكده ده التفاعل حصل. طب بص كده يا صديقي، ممكن ناخد تفاعل تاني، الومنيوم بلس HCl. الالومنيوم وهي بتتفاعل مع 3 كلورين، يعني تبقى AlCl3، والهيدروجين اللي خارج هيخرج H2. يا نهار ابيض يا مستر اسلام، ده انت عندك هنا 3 كلورين و2 هيدروجين، وهنا واحده وواحده. هو ده ينفع؟ ينفع عادي. انت لو حطيت هنا 2 كده يا مستر اسلام، 2 باي 3 بكام؟ ب 6. وحطيت هنا اهو 3 يا مستر، 3 باي 2 بكام؟ ب 6. طب ما انت ممكن تحط هنا 6 وتريح نفسك. ازاي؟ 6 باي 1 ب 6، و6 باي 1 تاني ب 6. يبقى كده الهيدروجين اللي داخل 6 والكلورين اللي داخل 6 برضو، وهنا هو نفس الكلام، الكلورين 6 والهيدروجين 6. طب والالومنيوم يا مستر، مش الالومنيوم بقى 2 اهو؟ قال لك اه، طب حط هنا 2 وايه يعني. تمام كده. طب بص كده يا صديقي التفاعل اللي جاي ده، HCl. مستر لحظه بس، ممكن نشوفه دوت؟ قال لك يلا بينا نشوف. عندك ادي الهيدروجين اهو، وادي السيو اهي. ايه ده؟ هل السيو يقدر يشيل الهيدروجين؟ قال لك مستحيل. ليه؟ لانه ليس اكتف ذان الهيدروجين، او ممكن نقولها بطريقه تانية، انه كم افتر هيدروجين ان كيميكال اكتيفيتي سيريز، فده نو رياكشن. نو ايه يا حبايبي؟ نو رياكشن، يعني مفيش تفاعل هيحصل. مفهوم يا اصدقائي ولا عيد؟ مفهوم يا مستر. بص يا اصدقائي بقى، الكلام اللي هقوله اللي جاي دوت مهم جدا، مهم جدا جدا. شايف الزنك؟ اه يا مستر. شايف الالومنيوم؟ اه يا مستر. وادي الهيدروجين تحت. من رايك كده مين الموست اكتف وان في الثلاثه اللي انا كاتبهم دول؟ هتقول لي الالومنيوم، هو ده اكتر واحد رياكتيف، صح الكلام دوت؟ هو ده اكتر واحد اكتيف. قال لك اه. طيب هو اللي يتفاعل اسرع مع الهيدروجين ولا الزنك اللي يتفاعل اسرع مع الهيدروجين؟ قال لك لا يا مستر، الالومنيوم يتفاعل اسرع. ليه؟ مش الالومنيوم مور اكتيف، يعني اقوى بكتير من الزنك؟ قال لك اه، فيتفاعل اسرع. قال لك الصراحه احنا لقينا الالومنيوم مور اكتيف ذان الزنك، بس الالومنيوم بيتفاعل سلور ذان الزنك. ايه ده؟ ليه؟ قال لك بص يا صديقي، انت لو عندك بيس من الزنك اهي، وعندك بيس تانية من الالومنيوم، الزنك ده كله لما تيجي تحطه في ال HCl، في ال HCl بتاعك هيتفاعل بسرعة. عارف ليه؟ لان هنا مفيش حاجة بتحميه، اما الراجل الطيب دوت ده عامل حاجة بتحميه، عامل طبقة، الطبقة ديت خارجية بتحميه. الطبقة دي بنسميها ايه؟ بنسميها ألومنيوم أوكسايد. الألومنيوم أوكسايد دي موجودة على سطح الألمونيا، يعني ما تخلوش يتفاعل بسرعة، لازم الأول تتشال، تيجي تبريتد الأول، تيجي تسبريتد، يعني لازم تتشال الأول. كلام جميل، علشان يتفاعل بسرعة. لذلك مين اللي بيتفاعل أسرع؟ الزنك. ليه؟ ما بيعملش طبقة حماية على السطح بتاعه، ما بيعملش طبقة حماية. انما اللي بيعمل طبقة حماية هو مين؟ الالومنيوم. فالالومنيوم علشان بيعمل طبقة حماية يا اصدقائي، الالومنيوم عشان بيعمل طبقة حماية، فبالتالي ما بيتفاعلش بسرعة. وصلت الحتة دي ولا لا؟ طبقة الحماية اسمها ايه؟ اسمها الومنيوم اوكسايد. اسمها ايه يا حبايبي؟ الومنيوم اوكسايد. ده بيجي في امتحانات كتير، خلي بالكم. الومنيوم اوكسايد، وهتشوفوا دلوقتي الجيف ريزون. طب مثلا ما تورينا الجيف ريزون دلوقتي اهو. بص كده يا اصدقائي، بيقول لك although aluminum comes before zinc. بس هو بيقول لك ايه؟ although aluminum comes before الزنك، بيجي قبل الزنك في الكيميكال اكتيفيتي سيريز، الالومنيوم ديليز افتر. الالومنيوم بيتفاعل بعد الزنك مش قبل، يعني بيتفاعل ببطء. بيتفاعل بايه؟ ببطء. ليه يا مستر اسلام؟ قال لك علشان وجود presence of a layer of aluminum oxide اللي هي ال Al2O3 which takes time to separate from aluminum surface. بتاخد وقت عبال ما تتشال من الالومنيوم سيرفيس، فبالتالي هيتفاعل في وقت كبير، اعيد الكلام دوت يا اصدقائي، في مشكله؟ لا. بيقول لك هنا how can you detect the evolving of hydrogen gas as a result of substitution of metals to hydrogen of diluted acid. ازاي نعرف ان الهيدروجين جاز خرج؟ قال لك يا عم جيب بيرنينج ماتش، جيب كبريت وولعه وقربه من المكان اللي طالع منه هيدروجين، هتلاقي الهيدروجين بيرنس with pops out.
بوب ساوند، تمام، ويز بوب ساوند. اعيد الكلام دوت، في مشكله؟ ده انت لو عايز تعمل ديتكشن للهيدروجين اللي خارج، لو عايز تعمل ديتكشن للهيدروجين اللي خارج. ماشي يا مستر اسلام، كلام جميل. كده احنا خدنا نوعين من التفاعلات بتاعه السمبل سبستيتيوشن. تعالى ناخد التالت بقى، ان ميتال يشيل ميتال. التفاعل الاولاني كان ميتال بيشيل الهيدروجين بتاع الووتر، التفاعل الثاني كان ميتال بيشيل الهيدروجين بتاع الاسيد. اما التفاعل الثالث الميتال ياكل فاخوه، يعني الميتال يشيل الميتال اللي زيه، بس المهم انه يكون اقوى منه، المهم انه يكون اقوى منه. تمام يا مستر، يلا بينا، يلا بينا. بص كده يا صديقي، ميتال زي مين؟ زي المغنيسيوم، يتفاعل مع مين؟ والله يتفاعل مع كبر سلفيت. هل المغنيسيوم يقدر يشيل الكبر ولا ما يقدرش؟ وانا اعرف منين؟ قال لك يا باشا ارجع للكيميكال اكتيفيتي سيريز. فين المغنيسيوم؟ ادي المغنيسيوم. فين الكبر؟ ادي الكبر. ينفع يا مستر، يبقى كان ريبليسه. يعني ان هو يقدر يريبليسه ليه؟ لان المغنيسيوم مور اكتيف ذان الكبر. ليه؟ لأن المغنيسيوم comes before copper in chemical activity series، فهيشيله ويخرجه لك بره، يخرج لك الكبر بره ويخليه لك MgSO4. MgSO4. خليني اقول لك ان الراجل الطيب دوت لونه بلو، اول ما يتحول لريد وينزل لتحت كده اعرف على طول ان التفاعل حصل. فانا هاجي اسالك سؤال بيقول لك ان الرياكشن بتوين ماجنيزيوم اند كبر سلفيت فورم ريد بي بي تي ديو تو فورميشن اوف كبر. يعني هيخرج ريد بي بي تي. عارف يعني ايه بي بي تي ديت؟ اختصار لكلمه بريسيبيتيت. اختصار لكلمه ايه؟ بريسيبيتيت. يعني ايه بريسيبيتيت؟ يعني راسب، يعني ماده بتترسب تحت. عارف انت لما تعمل كوبايه شاي، مش في تفل بيبقى موجود تحت؟ ده اسمه بي بي تي، اسمه راسب يا صديقي. فانت دوت لما تيجي تعمل التفاعل دوت هيروح مطلع لك ريد بي بي تي تحت كده، يقعد ينزلوا لك تحت ريد بي بي تي، ريد بي بي تي، ريد بي بي تي، ريد بي بي تي. تمام. ليه ريد بي بي تي؟ قال لك ديو تو فورميشن اوف كابر، ديو تو فورميشن اوف كابر. ممتازين، في مشكله؟ لا، وهو ده التفاعل بتاع حضرتك. خليني اقول لحضرتك بقى على معلومه جميله جدا. قال لك كل ما الديستانس بين التو اليمنت بتزيد او تو ميتالز بتزيد، السبستيتيوشن becomes faster. becomes ايه؟ becomes faster. ودي في اي بي. تمام. كل ما الديستانس تزيد كل ما التفاعل يبقى اقوى. تعال بص كده يا صديقي، لو كان عندك صوديوم وعندك بوتاسيوم وعندك تحت هيدروجين وعندك هنا اهوت مثلا مغنيسيوم، مين اقوى واحد هيتفاعل؟ هتقول لي الابعد في المسافه يا مستر، اللي هو البوتاسيوم. اللي هتقول لي الابعد فين يا مستر؟ الابعد في المسافه، اللي هو مين؟ البوتاسيوم يا مستر اسلام. تمام كده يا اصدقائي، في مشكله؟ تعال ناخد شويه جيف ريزون كده مع بعضنا. يلا يا مستر على الجزئيه اللي احنا درسناها دي. بيقول لك زنك اند الومنيوم ريبليس الهيدروجين اوف اسيد اوف ديليوتد اسيد، بيكون سولت اوف اسيد وهيدروجين جاز. ليه؟ لان الزنك والالومنيوم بيرسيد. بيرسيد يعني ايه؟ بيجوا قبل، comes before الهيدروجين ان كاس. ايه ده مثلا؟ انا ينفع اكتب كاس في الامتحان؟ ينفع تكتب كاس في الامتحان عادي. تمام. كبر doesn't replace الهيدروجين of diluted acid. الكبر ما يقدرش يشيل الهيدروجين. ليه؟ لان الكبر comes after، بيجي بعده، وده لسه شارحينه. يقول لك المغنيسيوم كان ريبليس الكبر. ليه المغنيسيوم يقدر يريبليس الكبر في السولت سوليوشن بتاعها؟ قال لك لان المغنيسيوم بيرسيد الكبر في الكيميكال. انت عارف يعني ايه كلمه بيرسيد ديت؟ يعني بيجي قبله، comes before. طب والكبر ما يقدرش يشيل المغنيسيوم يا مستر. يعني انا لو خدت كبر ودخلته على MgSO4، هل الكبر ده يقدر يشيل المغنيسيوم؟ قال لك مستحيل. ليه؟ لانه comes after المغنيسيوم، بيجي بعد المغنيسيوم، يعني follow المغنيسيوم in chemical activity series. تمام يا اصدقائي، في مشكله؟ مفيش مشكله. بص يا اصدقائي، بيقول لك انها سؤال جميل جدا وهكتب لك عليه VIP، وانا بعني بيها ان الاسئله اللي زي دي لما بتيجي في الامتحانات نادر ان بيعرف يحلها، فمهم ان انت تخلي بالك منها. Don't keep silver nitrate solution in aluminum container. اوعى تشيل سيلفر نايتريت في الومنيوم كونتينر. ليه يا مستر اسلام؟ بص كده، انا هجيب كونتينر اهو، الكونتينر ده مصنوع من ايه؟ من الالومنيوم. اوعى تحط فيه سيلفر نايتريت. ليه؟ ما ده اسمه سيلفر نايتريت. قال لك لان الالومنيوم مور اكتيف ذان السيلفر. الومنيوم مور اكتيف ذان السيلفر، فهيخش مكان السيلفر. انت عارف يعني ايه الومنيوم اللي هو الكونتينر بتاعك يخش مكان السيلفر؟ معناه انه هيدوب.
فبالتالي هيحصل كروجن للالومنيوم، الاماكن اللي فيها الومنيوم دي هيحصل لها ايه؟ كروجن، فبالتالي هتلاقي الكونتينر بتاعك اتخرم، صح كده؟ ووقع لك الماده كلها. فبالتالي بيقول لك ان هو دونت كيب سيلفر نايتريت سوليوشن ان الومنيوم كونتينر، لان الالومنيوم بيرسيد السيلفر، بيجي قبل السيلفر، فبالتالي هو ريبليس السيلفر ان سيلفر نايتريت، هيشيله which cause erosion of container. هتلاقي الكونتينر بتاعك بيدوب لان الالومنيوم بيخش مكان السيلفر. تمام كده؟ بيقول لك ايه؟ بوتاسيوم reacts instantly with water. بوتاسيوم react instantly with water while magnesium react برضه بس very slowly. ليه بقى؟ البوتاسيوم بيتفاعل بسرعه، البوتاسيوم بيتفاعل بسرعه، اما المغنيسيوم بيتفاعل ببطء. قال لك لان المسافه ما بين البوتاسيوم والهيدروجين more than المسافه ما بين المغنيسيوم والهيدروجين. المسافه ما بين البوتاسيوم والهيدروجين، تعالى كده ارجعها لك. فين البوتاسيوم؟ اهو البوتاسيوم اهو، المسافه دي ما بينه وما بين الهيدروجين more than المسافه ما بين المغنيسيوم والهيدروجين، فالتفاعل بتاع البوتاسيوم والهيدروجين اقوى بكتير من التفاعل بتاع المغنيسيوم والهيدروجين. تمام كده يا اصدقائي؟ وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاعنا بفضل الله، الا وهو السمبل سبستيتيوشن رياكشن. عندنا نوت هنا جميله جدا، يقول لك هل الحاجات اللي بتيجي بعد الهيدروجين تقدر تشيل الهيدروجين؟ هو الصراحه تقدر، بس لازم يكون في كونديشنز معينه، زي هيت بقى، زي بريشر، الحاجات دي كلها. بس الكلام ده مش هيعنيني بشيء، يعني انا مش بدرسه، انا بس معلومه ان انا الحاجات، يعني مثلا حاجه زي الكبر يقدر يشيل الهيدروجين، يقدر يشيل الهيدروجين، بس under certain conditions، يعني تحت conditions ثابته. في مشكله كده؟ لا مفيش مشكله. طيب تعالى بقى في الدبل سبستيوشن رياكشن. بص يا صديقي، الدبل سبستيوشن رياكشن دبل سبستيوشن رياكشن ده مش زي السمبل سبستيوشن خالص خالص. ليه؟ مش محتاج قوه ضعيف. ليه مش محتاج قوه ضعيف؟ بص يا صديقي، انت معاك القلم ده وانا معايا القلم ده، كل اللي علينا ان احنا نيجي نستبدل الاقلام مع بعض بس كده. هل دي محتاجه قوي وضعيف؟ لا مش محتاجه قوي وضعيف، احنا بس عملنا دبل سبستيوشن، انا اديتك حاجه وانت اديتني حاجه. تعالى كده يا مستر اسلام يشرحها لي بطريقه مبسطه من عينيا. انا عندي A B ده كومباوند، وعندي نوت سي دي ده كومباوند تاني. اي بي ده بوزيتيف ونيجاتيف. هو اي كومباوند عند حضرتك بيبدا ببوزيتيف ينتهي بنيجاتيف، ده اي كومباوند يا مستر؟ اي كومباوند يا صديقي يبدا ببوزيتيف ينتهي بنيجاتيف. طب وهنا هو برضه بوزيتيف نيجاتيف، يبقى كومباوند بوزيتيف نيجاتيف. كل اللي هنعمله دبل سبستيتيوشن رياكشن. من يعني انت فكر فيها كده، البوزيتيف الاولاني ده ياخد البوزيتيف الثاني ولا ياخد النيجاتيف؟ يا مستر مش انت قلت لي اي كومباوند يكون من بوزيتيف ونيجاتيف؟ قال لك يبقى البوزيتيف الاولاني ياخد النيجاتيف الثاني، يبقى كده A بوزيتيف دي نيجاتيف، وده كومباوند جديد ولا لا؟ طيب والبوزيتيف الثاني ياخد النيجاتيف الاولاني اللي هو سي بي. وخلي بالك انا بكتب البوزيتيف الاول، يعني اوعى جوه الامتحان الاقيك كاتب لي النيجاتيف الاول، ازعل لان اي كومباوند بيتكون من بوزيتيف بعد كده نيجاتيف، بوزيتيف بعد كده نيجاتيف. كلام جميل. فاحنا بنجاوز اللي في النص مع بعض وبنجاوز اللي على الاطراف مع بعض. بنجاوز مين؟ ايوه اللي في النص، ونجاوز مين؟ اللي على الاطراف. ده بنسميه ايه؟ دبل سبستيتيوشن رياكشن، يعني بيحصل عمليه اكستشينج فقط لا غير. بيحصل عمليه ايه؟ اكستشينج فقط لا غير. تمام. فالدبل سبستيتيوشن رياكشن هو كيميكال رياكشن يا راجل. طب ما انا عارف انه كيميكال رياكشن in which اللي فيه double substitution. تقول لي بقى كلمة double substitution أو تقول لي كلمة exchange. ما هو exchange معناها double substitution. occurs between الايونز. ايونز اللي هي مين؟ مش أنا لسه قايل لك إنه بيتكون من بوزيتيف ونيجاتيف؟ ما هي دي اسمها ايونز أو اسمها راديكال of two different compound. أيوه ما هو كان عندك AB و CD two different compound. AB compound و CD compound تاني. to give other new compounds عشان يطلع لك نيو كومباوندز جداد. وصلت كده ولا عيد؟ في حد عنده سؤال؟ تمام. تعالى معايا، ايه ده التفاعل الاولاني. احنا هناخد كام تفاعل يا مستر اسلام في الدبل سبستيوشن رياكشن؟ هناخد 3 تايب اوف رياكشن، 3 انواع برضو. قال لك 3 انواع يا صديقي. النوع الاولاني بنسميه نيوتراليزيشن رياكشن. تعالى لي يا صديقي يلا بينا. ايه النيوتراليزيشن رياكشن ده؟ وبالله عليك النيوتراليزيشن رياكشن ده هتسمع عنه
في اولى ثانوي، وهتسمع عنه في تانية ثانوي، وهتسمع عنه في تالتة ثانوي في الكيمستري، فمهم ان انت تهتم بيه. ايه هو النيوتراليزيشن رياكشن؟ قال لك ده رياكشن بتوين اسيد والكالاي علشان يكون حاجه اسمها سولت وووتر. يبقى اسيد والكالاي، سولت ووتر. الاسيد زي مين؟ هو حتى بص 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 خلي بالك، لما اجي اقول لك نيوتراليزيشن رياكشن تقول لي اسيد الكالاي سولت ووتر، خلاص خلصت. هو ده الديفينيشن عشان تبقى عارف. ايه يعني انا اقول لك بس اسيد الكالاي سولت ووتر؟ ايوه هو ده الديفينيشن، ان الاسيد يرياكت مع الالكالاي تو فورم سولت اند ووتر. تمام. الاسيد زي مين؟ HCl. الالكالاي زي مين؟ NaOH. تعالى كده واحده واحده معايا، ده بوزيتيف نيجاتيف، ده بوزيتيف وده نيجاتيف، بنجوز اللي في النص مع بعض ونكتب البوزيتيف الاول فيبقى NaCl. يا سلام. بلس، ونجوز اللي على الاطراف مع بعض فهيديني HOH يعني H2O. فاكر المستر لما كان بيكتب لك ال HOH اللي هي ال H2O ديت بالشكل ده؟ افتكرت يا مستر. اهي الكلام دوت. لا يا مستر، يبقى في الحاله اللي زي ديت طلع لي سولت، ملح. وخلي بالك ده الملح اللي بناكله، بس مش شرط يكون ملح ده اللي بيخرج، في املاح تانية، ولكن احنا ما بندرسش غير ده دلوقتي. و H2O. في مشكله كده يا صديقي؟ اعيد الحته ديت. ده اسمه ايه؟ اسمه نيوتراليزيشن رياكشن. مستر نعم، ده ملح. التيبل سولت بتاعنا اللي احنا بناكله دايب في ميه، ينفع اخرج الملح ده من الميه؟ اه طبعا ينفع. ازاي؟ مش هو شويه ملح دايبين جوه ميه؟ طب ما تسخن يا صديقي. ايه اللي هيحصل؟ الميه هتطير، evaporates. الميه ايه؟ evaporates. هيتبقى عندي مين؟ السولت تحت هنا اهو. يلا خدوا حطوا على الاكل يا باشا، حطوا على الفول يلا. تمام. اعيد الكلام دوت. في مشكله؟ لا، ده سؤال، ده سؤال بيقول لي ايه؟ how can you obtain a table salt from the previous reaction. شايف التفاعل اللي قدام حضرتك دوت؟ ازاي تطلع منه التيبل سولت يا باشا؟ باي هيتنج ذا برودكت. ده انت دلوقتي بقيت تحل اسئله من غير ما تعرف انها اسئله اصلا. ليه؟ ده بقيت افهم. الفهم مهم جدا، انك تفهم وتبدا تستنتج الطريقه اللي تخرج بيها الحاجه ديت، دي حاجه مهمه. فانت ممكن تستنتج قبل ما تجاوب على السؤال، انت استنتج اجابته. استنتج ايه؟ اجابته. في مشكله؟ فهنا صوديوم هيدروكسيد اللي هو الالكالاي، والاسيد هنا بس مش مترتبه. بص ده كده الاسيد وده الصوديوم هيدروكسيد. تمام كده يا صديقي؟ طيب الرياكشن بين اسيد اند سولت، يبقى احنا كده خدنا الرياكشن ما بين اسيد والكالاي. دلوقتي هناخد رياكشن ما بين اسيد وسولت. فين السولت؟ اهو السولت اهو. وفين الاسيد؟ ده الاسيد بتاعنا اهو. يا مستر هو ده سولت؟ سولت. ما انا قلت لك مش شرط يكون السولت بتاعك اللي احنا بناكله بس، لا دي في املاح كتيره قوي قوي. تمام. ما بناكلهاش، بس ده طبعا احنا بنستخدمه يعني. تمام كده يا دكتور؟ قال لك دوت التفاعل دوت هيطلع ايه؟ مستر تعالى بعد اذنك على الوايت بورد واشرح لنا التفاعل ده هيطلع لنا ايه. بص يا صديقي الصدوق، وهو ال Na2CO3 بلس HCl. علشان يديني، المفروض بحط هنا 2 فهيديني Na مع Cl، هيبقى 2NaCl بلس H2O بلس CO2. في الحالة اللي زي دي طلع لي التيبل سولت، طلع لي الووتر، وراح مطلع لي الكربون دايوكسيد جاز. طبعا كربون دايوكسيد جاز هنا هو يا مستر الاسلام كان بي ديتكتد. كان بي ديتكتد يعني ايه يا مستر؟ يعني نقدر نعرف هو موجود ولا لا، خرج ولا لا. نعرف عن طريق ايه يا مستر الاسلام؟ ان احنا ناخد الكربون دايوكسيد جاز دوت نعديه على حاجه اسمها لايم ووتر. نعديه على حاجه اسمها ايه؟ لايم ووتر. اللايم ووتر ديت جيت تربد، جيت تربد. اول ما يحصل لها تربيديتي، اول ما تتعكر، اعرف على طول ان كان في كربون دايوكسيد جاز ايفولفد. كربون دايوكسيد جاز ايفولفد. تمام. الرياكشن الاخير بقى ان انت تفاعل تو سولت مع بعض، سولت مع سولت تاني، سولت مع سولت تاني. تعالى نشوف الكلام دوت. ان انا يكون عندي مثلا حاجه زي ال NaCl افعله مع AgNO3. في الحاله اللي زي ديت يا مستر اسلام يلا بينا، الCl تتجاوز مع الAg والNA يتجاوز مع الNO3، فيبقى عندك NaNO3 بلس AgCl.
خلي بالك ان الاي جي سي ال ده هكتب لك تحتيه سوليد كده، عارف ليه؟ لان ده اصلا وايت بي بي تي، وايت بريسيبيتيت، يعني راسب ابيض. تعالى بص في الرسمه معايا كده يا صديقي. لما تحط اي جي ان او 3 على ان اس ال، بص بيعمل ايه؟ بيعمل لك وايت بي بي تي اهو. وايت بي بي تي اللي انا بشاور عليه دلوقتي دوت اهو، دوت وايت بي بي تي. تمام؟ يبقى كده معنى التفاعل ده سريع، لانك بمجرد ما تحط ده على دوت يتفاعل بسرعه. تمام؟ فيجي يقول لك هنا وايت بي بي تي is formed on adding silver nitrate على صوديوم كلورايد. ما ده صوديوم كلورايد وده السيلفر نيتريت. ليه؟ قال لك due to formation of silver chloride. والسيلفر كلورايد دوت بي بي تي ليه؟ يعني راسب ليه؟ لانه ما بيدوبش في الميه. doesn't dissolve in water. اعيد الكلام دوت يا اصدقائي. حد عنده مشكله؟ متاكدين؟ طيب تعالوا لي بقى كده اهوت، واخر حاجه عندنا في الدرس النهارده ان شاء الله الا وهي الاكسيديشن ريدكشن رياكشنز. اوكسيديشن ريدكشن رياكشن او بنسميها ريدوكس رياكشن. خليني اقول لحضرتك على معلومه قبل ما ابدا، ان الاكسيديشن ريدكشن رياكشن لازم الاثنين يحصلوا مع بعض. يعني ما ينفعش يحصل اوكسيديشن لوحده وما ينفعش يحصل ريدكشن لوحده، ما ينفعش يا اصدقائي. لازم الاثنين يحصلوا مع بعض. ليه؟ هنعرف ده كله دلوقتي، بس خليها كونسبت عند حضرتك ان الاكسيديشن لازم يحصل معاه ريدكشن، وان الريدكشن لازم يحصل معاه اوكسيديشن. كلام جميل، كلام جميل يا مستر اسلام. تعالى لي بقى هنا اهو. انا عندي الاكسيديشن ريدكشن رياكشن دوت بيبقى فيه تو كونسبت. كونسبت الاولاني اسمه تراديشنال كونسبت، والكونسبت الثاني اسمه الكترونيك كونسبت. كونسبت الجديد يبقى واحد تراديشنال واحد الكترونيك. كلام جميل، كلام جميل. تعال نبدا دلوقتي في شرح التراديشنال. التراديشنال دوت عباره عن ايه يا مستر؟ بص يا اصدقاء عشان تبقى فاهم برضو احنا بنقول ايه. تمام؟ في الاكسيديشن ريدكشن رياكشن عند حضرتك التراديشنال كونسبت، لو بتحصل عمليه اوكسيديشن فمعنى كده انه بيحصل increasing في النمبر اوف اوكسجين اتوم في السبستنس اللي حصل لها اوكسيديشن، or decreasing في النمبر اوف هيدروجين. كلام جميل يا مستر. يعني الاكسيديشن يا اما عدد الاكسجين يزيد يا اما عدد الهيدروجين يقل. طب والريدكشن؟ سجل الكلام ده عندك علشان هتحتاجه يا صديقي والله. طب والريدكشن يا مستر اسلام؟ ريدكشن قال لك هيحصل فيه decreasing في النمبر اوف اوكسجين or increasing في النمبر اوف هيدروجين. يعني هيحصل زياده في الاكسجين او هيحصل نقصان في نقصان في الاكسجين او زياده في الهيدروجين. ده بنسميه اوكسيديشن وده بنسميه ريدكشن. تعال بص كده معايا اكزامبل. يا مستر الصراحه انا محتاج اكزامبل صراحه عشان افهم اكتر. بص كده يا صديقي، لما يكون عندك سبستنس زي السي يو او هتروح تفعلها مع الهيدروجين وتسخنهم مع بعض، وهوريك التيوب اللي بنسخن فيها دلوقتي. هروح مخرج لك سي يو بلس اتش 2 او. امسك الراجل الطيب ده، ركز بقى معايا كده اهوت، ركز معايا اهو. نصغر ده شويه كده علشان يدينا مساحه نحل فيها. شايف؟ امسك الراجل الطيب ده اهو، اخرج بيه بره. ده كان عنده اكسجينه صح؟ خرج بيها ولا من غيرها؟ لا من غيرها يا مستر. يعني حصل نقصان في الاكسجين، يعني ديجريزنج في النمبر اوف اكسجين. يبقى السي يو او حصل له حصل له ريدكشن. حصل له ايه؟ ريدكشن. ده السي يو او. ليه؟ لان النمبر اوف اكسجين عنده قلت. خدنا منه اكسجينه، خدنا منه اكسجينه. طب والهيدروجين؟ اخرج لي بيها بره كده بعد اذنك. ايه ده ما كانش معاها اكسجين، الاتش 2 ما كانش معاها اكسجين، خرجت اتش 2 او، يعني زادت في الاكسجين اهو، انكريزنج في النمبر اوف اكسجين. يبقى ده حصل لها ايه؟ اوكسيديشن. يعني الهيدروجين بتاع حضرتك حصل له اوكسيديشن. فهمت معنى كلمة اوكسيديشن ريدكشن ولا ما فهمتش؟ يا مستر بدأت افهم دلوقتي ان عن طريق الاكزامبل دوت الصراحة ان السي يو او لما خرجت بره سي يو بس، خرجت من غير الاكسجين فحصل لها عملية ريدكشن، وان الهيدروجين خرج بالاكسجين فحصل له عملية ايه؟ اوكسيديشن. ركز بقى في الكلام اللي المستر هيقوله دلوقتي، ركز في الكلام ده.
السي يو او دوت ما كانش هيحصل له ريدكشن لوحده مش هيحصل له حاجه. ليه يا مستر اسلام؟ قال لك لان السي يو او مش هيقدر يفقد الاكسجين بتاعته الا لما يكون جنبه هيدروجين. صح ولا انا غلطان؟ ما هو طبيعي يا مستر حد ياخد منه الاكسجين، حد ياخد منه الايه؟ الاكسجين. فالراجل الطيب دوت ما كانش هيقدر يعمل لوز للاكسجين بتاعته الا لما يكون فيه هيدروجين، هيدروجين. يبقى مين اللي ساعد السي يو او انه يحصل له ريدكشن؟ الهيدروجين. صح. مين اللي ساعد السي يو او انه يحصل له ريدكشن؟ الهيدروجين. يبقى الهيدروجين نقدر نسميه ايه؟ عامل مساعد للريدكشن، لانه مش هيعرف يعمل ريدكشن الا لما الهيدروجين يكون موجود. صح. طب ما هو العكس صحيح يا مستر اسلام. ايه يا حبيبي العكس صحيح في ايه؟ قال لك ان السي يو او، ان الهيدروجين انا اسف مش هيقدر يعمل اوكسيديشن الا في وجود السي او. صح وانا غلطان؟ يعني السي او ده عامل مساعد للاكسيديشن. صح. مش هو اللي اداله الاكسجين عشان يحصل له اوكسيديشن. يعني ان انا دلوقتي عندي اكسجين وانت ما عندكش، انا اللي جيت اديتك اكسجين، انت حصل لك ايه؟ اوكسيديشن. وانا حصل لي ايه؟ ريدكشن. مين اللي ساعدك يحصل لك اوكسيديشن؟ انا. يبقى انا اسمي عامل مساعد للاكسيديشن. وانت مش انت ساعدتني ان انا يحصل لي ريدكشن؟ يبقى انت عامل مساعد للريدكشن. يا صديقي. فبالتالي العامل مساعد للريدكشن ده انت عارف بنسميه ايه؟ بنسميه reducing agent. طب والعامل مساعد للريدكشن او للاكسيديشن يا مستر بنسميه oxidizing agent. فبكده الكبر بيحصل له ريدكشن بروسيس واسمه اوكسيدايزنج ايجنت. يبقى البروسيس عكس الايجنت. اكتبها عندك كده، البروسيس عكس الايجنت. لو البروسيس اوكسيديشن يبقى الايجنت ريديوسنج. لو البروسيس ريدكشن يبقى الايجنت اوكسيدايزنج. تمام يا صديقي؟ في مشكله في كلامي؟ تمام يا مستر. بس الصراحه يا مستر انا حاسس ان انا كونفيوزد شويه. قال لك مفيش مشاكل، طبيعي ان انت تبقى كونفيوزد، فاحنا ممكن نعيدها مره تانية. ارجع بالفيديو سيكا هتلاقي المستر بيقول لك ايه. ركز معايا ما ترجعش، انا بهزر، خليك معايا. الكبر اوكسايد، تعالى ناخدها في بورد جديده خالص اهو. بص كده معايا، ادي الكبر اوكسايد هيتفاعل مع الهيدروجين واحنا بنسخن، هيطلع لي كبر زائد H2O. خليني اقول لك على حاجه، امسك الهيدروجين بس عشان ما تتلخبطش واخرج بيه بره. هو جاب الاكسجين بتاعته منين؟ هو حصل له اوكسيديشن صح؟ حصل له ايه؟ اوكسيديشن في الاول. جاب الاكسجين بتاعته منين؟ قال لك جابها من هنا اهوت. طب هنا اهوت لو ما كانش موجود خبيها كده بايديك، لو ما كانتش موجوده ديت كان هيعرف يجيبها منين؟ قال لك ما كانش هيعرف يجيبها. يعني دوت كان عامل مساعد للاكسيديشن. صح وانا غلطان؟ هو اللي ساعد الهيدروجين انه يحصل له اوكسيديشن. قولها معايا، سي او ساعد هيدروجين يحصل له اوكسيديشن فاسمه عامل مساعد للاكسيديشن، فاسمه اوكسيدايزنج ايجنت. اسمه ايه يا حبايبي؟ اوكسيدايزنج ايجنت. طب يا مستر اسلام، نعم، تعالى بقى احنا في ايكويشن تانية بقى. نمسك السي يو او اتش 2 ونسخن سي يو زائد اتش 2 او. انا المره دي مش همسك الهيدروجين، همسك السي يو بس. سي او اهو حصل له ايه؟ حصل ديجريزنج في النمبر اوف اكسجين. افهم من كده حصل عمليه ريدكشن. صح. طب مين اللي خد منه الاكسجين ده؟ قال لك الهيدروجين. يعني الهيدروجين ده هو اللي اخد الاكسجين؟ قال لك يعني ده اسمه عامل مساعد للريدكشن. والعامل المساعد للريدكشن بنسميها ايه؟ reducing agent. طب ما تركب بقى كده ايكويشن على بعضها. مين الريديوسنج ايجنت؟ هو الهيدروجين. طب فوق الهيدروجين حصل له ايه؟ حصل له اوكسيديشن. مين الاكسيدايزنج ايجنت؟ هو السي او. طب والسي او حصل له ايه؟ حصل له ريدكشن. وصلت كده؟ خد يا باشا سكرين قدامك دلوقتي وروح اكتبها في الكراسه عشان تبقى فاهم احنا بنتعامل ازاي مع الجزئيه ديت. ماشي. تعال ناخد شويه جيف ريزون بقى مع بعضنا.
يلا هي دي التيوب اللي احنا بنعمل فيها الريدكشن بتاع الكبر اوكسايد السي يو او. تمام. الكبر اوكسايد هنا اهوت بنحطه بنسخن بندخل هيدروجين جاز يخرج على هيئه H2O. تمام يا صديقي. بص السؤال الاول، اوكسيديشن بروسيس اوكيرز ليه؟ due to it combine مع الاكسجين، لانها بتتحد مع الاكسجين، يعني عدد الاكسجين فيها بيزيد. فايه معنى كلمه اوكسيديشن؟ خلي بالك بالله عليك، لما اقول لك اوكسيديشن غير لما اقول لك اوكسيدايزنج ايجنت. لما بقول اوكسيديشن دي معناها بروسيس يعني عمليه، انما لما بقول لك اوكسيدايزنج ايجنت ده معناها سبستانس، ماده. ففي فرق ما بين الاكسيديشن والاكسيدايزنج ايجنت والريدكشن والريديوسنج ايجنت. في فرق علشان المسميات دي. عارف انت لما تيجي مسميات كتيره كده هو تمسك فيك كده هو ما تبقاش عارف اصلا يا مستر اسلام مين رايح فين وجاي منين، اكتبهم واكتب الديفينيشن بتاعتهم واكتبهم بنوتس كده بطريقتك انت. يا عم اكتبهم بالعربي، اكتب العربي ده بيعمل كذا وبيعمل كذا وبيعمل كذا، واحفظهم بالانجلش عادي. تمام. اكتبهم اكتب باي حاجه، اكتب باي حاجه. تمام. الاكسيديشن كيميكال بروسيس، حلو قوي، which causes بتسبب increase في النمبر اوف اكسجين يا راجل or decrease في النمبر اوف هيدروجين. طب مثلا ما ده اللي حضرتك قلته ان الاكسيديشن بيبقى فيها زياده في الاكسجين او نقصان في الهيدروجين، فبالتالي يجي يقول لك ان الهيدروجين is considered a reducing agent. ايه ده؟ هو يعني ايه reducing agent؟ لانه بياخد الاكسجين من الكبر اوكسايد، يعني بيساعدها انها يحصل لها ريدكشن، بيساعد الكبر اوكسايد انه يحصل له ريدكشن، بياخد منه الاكسجين. فمعنى كلمه reducing agent هو substance which takes oxygen away or gives hydrogen. ما احنا قلنا ان الهيدروجين عكس الاكسجين، ودوت كله امتى؟ during chemical reaction. تمام يا صديقي. اعيد، اتمنى ان تكون فاهم. طب تعالى للكبر اوكسايد بقى مستر اسلام. كبر اوكسايد قال لك according to كبر اوكسايد اللي هو السي يو او، بيقول لك reduction process occurs. ليه الريدكشن بروسيس بتحصل؟ قال لك due to الاكسجين taken away from it، لان احنا بناخد منها اكسجين. بناخد منها ايه؟ اكسجين. فمعنى كلمة reduction هنا معناها يا مستر انها chemical process which causes decrease in the number of oxygen or increase في النمبر اوف هيدروجين. ما هو عكس انعكاس بقى الاكسيديشن، عكس انعكاس ايه؟ الاكسيديشن. فبيجي يقول لك ان الكبر اوكسايد considered as oxidizing agent. يعني ايه يا مستر oxidizing agent؟ لانه بيجيب الاكسجين، بيدي الاكسجين لحد تاني يحصل له اوكسيديشن، صح؟ يعني لو جيت اديتك اكسجين انت هيحصل لك اوكسيديشن، فانا اسمي اوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايجنت. كل الكلام ده اللي احنا شرحناه تمام على الوايت بورد. ايه هي الاوكسيدايزنج ايجنت يا مستر اسلام؟ قال لك substance which gives oxygen away، بتدي اكسجين or takes hydrogen. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء بتاع التراديشنال اوكسيديشن ريدكشن. تعال نخش على الجزء الجديد بقى اللي هو الالكترونيك كونسبت. اوكسيديشن ريدكشن عن طريق الالكترونيك كونسبت، وهنيجي نعمل بورد جميله كده اهوت مع بعضنا ونبدا نتكلم على الالكترونيك كونسبت. تعالى بقى يا صديقي في الاكسيديشن ريدكشن according to electronic concept. بص يا صديقي، الاكسيديشن هنا بقى هيبقى ليها مفهوم جديد خالص، غير انها بتزود في الاكسجين وتنقص في الهيدروجين، لا. والريدكشن هيبقى برضو ليها مفهوم جديد خالص، غير انها بتنقص في الاكسجين وتزود في الهيدروجين، لا. هنا الاكسيديشن معناه ان انت عندك سبستانس، السبستانس دي بتلوز الكترون. طب وهنا الريدكشن معناها انها سبستانس بتجين الكترون. تمام كده يا صديقي؟ يعني مثلا عندك حاجه زي الصوديوم Na11 281، انت كنت درست قبل سابق ان لما يكون عندك في الاوتر موست انرجي ليفل هنا اهو كده اهو 1 او 2 او 3، ده معناه ان هو بيلوز، معناه ان هو بيلوز، صح الكلام دوت؟ قال لك صح يا مستر اسلام. فدوت لما هيلوز هيتحول ل Na بوزيتيف 28، فكده معناه انه حصل له عمليه اسمها اوكسيديشن عشان عمل لوز لالكترون. عمل لوز لايه؟ الكترون. كلام جميل. طب وعندك حاجه زي السي ال 17 287، دي هتعمل جين، فهتبقى سي ال نيجاتيف
وهتبقى 2 8 8. في الحاله اللي زي ديت يا مستر اسلام دي عملت جين، فحصل لها عمليه اسمها ريدكشن. طب ما تيجي نجمع الاتنين جنب بعض. يلا يا مستر نجمع الاتنين جنب بعض. ازاي؟ بص يا صديقي، يكون عند حضرتك Na بلس Cl2 عشان يخرج لك 2NaCl. هنا اهو هحط 2. خلي بالك هنا ال 2Na بقت بوزيتيف، وهنا ال 2Cl بقت نيجاتيف. ال 2Cl ديت بقت نيجاتيف. هنا اخرج بيها بره كده. ايه ده؟ دي بقت بوزيتيف، يعني حصل لها لوز، عملت لوز، فبالتالي بقت اوكسيديشن. برافو عليك. طب وادي الCl، ايه ده؟ دي بقت نيجاتيف، يعني عملت جين، يعني حصل لها ريدكشن. ممتاز. يبقى ايه معنى كلمة اوكسيديشن؟ increasing في النمبر اوف اوكسجين، او هي substance او اتوم lose اوكسجين. انا اسف lose الكترون. ده احنا خلاص خلصنا الاكسجين خلاص. تمام. يبقى ايه هنا الاكسيديشن معناها ان انت عندك element او اتوم لوز الكترون. ده معنى كلمة اوكسيديشن. طب والريدكشن يا مستر اسلام؟ ده معناه ان هو اتوم جين الكترون. جين ايه يا حبايب قلبي؟ الكترون. طب مستر، نعم يا صديقي. بص كده يا صديقي بعد اذنك خليك معايا. مش انت قلت لي ان الصوديوم دي حصل لها اوكسيديشن؟ حصل لها ايه؟ اوكسيديشن، صح؟ مين اللي ساعدها عشان يحصل لها اوكسيديشن؟ قال لك الCl هي اللي ساعدتها عشان يحصل لها اوكسيديشن. يعني الCl اسمها عامل مساعد للاكسيديشن. عامل مساعد للاكسيديشن. طب مستر مش حضرتك قلت لي ان الCl اسمها حصل لها ريدكشن؟ قال لك مين اللي ساعدها انه يحصل لها ريدكشن؟ Na اديتها الكترون، فبالتالي Na اسمها عامل مساعد للريدكشن. صح الكلام؟ صح الكلام. يبقى معنى كده ان انت لو كان عندك اوكسيديشن بنسميه ريديوسنج ايجنت. يبقى الريديوسنج ايجنت ده مين؟ دوت ماده عملت اليمنت عمل لوز للالكترون. طب وهنا هنسميه ايه؟ اوكسيدايزنج ايجنت. مين الاوكسيدايزنج ايجنت؟ ده سبستانس عملت جين للالكترون، ده الاوكسيدايزنج ايجنت. اوكسيدايزنج ايه ده مستر؟ ما هو نفس الكونسبت. قال لك ما هو نفس الكلام بس مختلف شويه. هنا عن الالكترون، هناك عن الاكسجين والهيدروجين. كلام جميل. في مشكله؟ طب ما تيجي تبص معايا كده يا صديقي. بص كده يا صديقي، يعني ايه اوكسيديشن هنا هو على حسب الكونسبت الجديد؟ قال لك هو لوز ان الكترون اند تشينج انتو بوزيتيف ايون. بيفقد الكترون او اكتر. تمام. هنا فقد الكترون اهوت، فبالتالي حصل له عمليه اسمها اوكسيديشن. يبقى كيميكال بروسيس. وخلي بالك لما اقول لك كيميكال بروسيس يعني اوكسيديشن او ريدكشن. اوكسيدايزنج ايجنت او ريديوسنج ايجنت لما هتبدا بكلمه سبستانس. تمام. اتوم لوز ان الكترون اور مور، بتفقد الكترون او اكتر، دي بيحصل لها اوكسيديشن يا صديقي. بيحصل لها ايه يا حبيب قلبي؟ بيحصل لها اوكسيديشن يا صديقي. في مشكله يا صديقي؟ اتمنى من الله انه ما يكونش في مشكله. ده معنى كلمه اوكسيديشن. طب يا مستر استنى بص كده السؤال اللي جاي. صوديوم از كونسيدرد از ريديوسنج ايجنت. ما هو يا مستر مش الصوديوم بيحصل له اوكسيديشن؟ فبيتسمى ريديوسنج ايجنت لان البروسيس عكس الايجنت. البروسيس عكس الايجنت، اكتبها عندك. البروسيس عكس الايجنت. قال لك due to loses an electron and change into positive ion. تمام. لانه بيلوز الكترون وبيتحول لبوزيتيف ايون. فمعنى كلمه ريديوسنج ايجنت، بص بادئها بكلمه ايه؟ سابستنس. بص اوكسيديشن بادئها بكلمه ايه؟ بروسيس. تمام. which loses an electron or more. ففي فرق ما بين الاثنين. ما اصل البروسيس لما الاتوم تلوز الكترون اور مور، وهنا هو سابستنس لوزز ان الكترون اور مور. صح ولا غلطان؟ فالاثنين ديفينيشن زي بعض اصلا. افرق منين بقى انها اوكسيديشن وافرق منين انها ريديوسنج ايجنت؟ قال لك لو قال لك بروسيس تقول لي اوكسيديشن، لو قال لك ريديوسنج ايجنت، لو قال لك سابستنس تقول لي ريديوسنج ايجنت. تمام يا صديقي؟ اتمنى ان الله تكون مفهومه. تعالى بص هنا اهوت. تعال نبص بقى بالنسبه للكلورين الCl. قال لك الريدكشن بروسيس بتحصل ليه؟ because it gains an electron and change into negative ion. بيتحول لنيجاتيف، يعني بيكتسب الكترون وبيتحول لنيجاتيف. زي الريدكشن. الريدكشن معناها ايه بقى؟ كيميكال بروسيس. ريدكشن كيميكال بروسيس.
وان الاتوم جينز الكترون. طب والاكسدايزنج ايجنت دي سابستنس which gains an electron or more، هنا جين الكترون اور مور برضه. ففي فرق ما بين الاثنين. سابستنس يبقى ايجنت، بروسيس يبقى ريدكشن او اوكسيديشن. تمام. فيجي يقول لك هنا الاوكسيدايزنج ايجنت، الكلورين از اوكسيدايزنج ايجنت due to it gains an electron or more and change into negative chlorine atom، كلورايد اتوم، ايون اسم. تمام كده؟ في مشكله؟ تمام. بيقول لك الموست ميتالز، الميتالز دي بتلوز ولا بتجين؟ قال لك بتلوز. بيحصل لها اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ بيحصل لها اوكسيديشن ولا ريدكشن؟ لا بيحصل لها اوكسيديشن. اوكسيديشن بروسيس، صح كده؟ فالاوكسيديشن عكس انا اسف البروسيس عكس الايجنت، فدي بيبقى ريديوسنج ايجنت، تبقى ريديوسنج ايجنت، صح؟ قال لك يبقى الميتالز بتاعتك هي ريديوسنج ايجنت، هي ريديوسنج ايجنت. وايل الموست نون ميتالز بقى، الموست نون ميتالز اوكسيدايزنج ايجنت. ليه؟ ما هو النون ميتال يعني بيجين يعني بيحصل له ايه يا مستر اسلام؟ بيجين يعني بيحصل له ريدكشن. ريدكشن يعني ايه يا مستر؟ ريدكشن يعني بيبقى اسمه اوكسيدايزنج ايجنت، اوكسيدايزنج ايجنت. تمام يا صديقي؟ تمام. يبقى عشان كده هو بيجين الكترون. اوكسيديشن اند ريدكشن ار كونكرنت بروسيس. قال لك ليه كونكرنت بروسيس؟ يعني اتنين متلازمتين، لان اللي بيكتسبوا اللي بيحصل النمبر اوف جيند الكترونز ايكوال نمبر اوف لوست الكترون، اللي بنكتسبهم قد اللي بيفقدهم التاني. تمام كده؟ بص هنا الاكسيديشن لو كان عندك كبر فهيبقى بوزيتيف يعني عمل لوز يبقى اوكسيديشن. عندك فلورايد ايون يعني فيها نيجاتيف اهي، عمل لوز فتبقى اوكسيديشن برضو، ما هو كان عنده نيجاتيف زياده، عنده الكترون زياده، لما يعمل لوز يخرج الكترون. هنا اي جي بوزيتيف عمل جين فبقى اي جي فده ريدكشن. هنا بي ار عمل جين فبالتالي بقى بي ار نيجاتيف عمل ريدكشن. تمام. طبعا chemical reaction play an important role in our daily life as the burning of car fuel. طبعا chemical reactions بنستخدمها في حياتنا العامة كتير، في ال burning of car fuel اللي هو حرق البنزين بتاع العربية، الفوتوسينثيز بروسيس، ان النبات بتاعك ياخد الكربون دايوكسيد جاز وياخد الووتر ويبدأ يستخدم الشمس علشان يقدر يعمل الغذاء بتاعه. نستخدمها في الميديسين والفيرتلايزرز والارتفيشال فايبرز، وارتفيشال فايبرز اللي هي الفايبر بس المصنعه. تمام. والفيرتلايزرز يعني ايه يا مستر اسلام؟ يعني الاسمده. كل ده بنستخدم فيه الكيميكال رياكشنز. اي حاجه حوالين حضرتك هي ناتج عن كيميكال رياكشن، عن تفاعلات كيميائيه. اي حاجه ايا كانت ايه هي، حتى جوه جسم حضرتك ناتج عن تفاعلات كيميائيه. كلام جميل يا اصدقائي. في مشكله؟ اتمنى من الله ان تكونوا فهمتوا. تعالوا معايا ناخد شويه اكسرسايز كده بسيطه مع بعضنا. يلا يا مستر، يلا يا مستر، قول لي يا باشا. يلا نبدا ونقول بسم الله. المغنيسيوم هنا الام جي، انا عايز اعرف ايه؟ show which of the following reaction represents oxidation and reduction process. مغنيسيوم هنا عملت لوز ولا عملت جين؟ لا دي خرجت الالكترون بره، عملت لوز، يبقى دي اوكسيديشن يا مستر، اوكسيديشن. الكلورين يا مستر اسلام ده هنا عمل جين يا مستر، يبقى ده حصل له ريدكشن بروسيس يا مستر. وخلي بالك الايجنت عكس البروسيس، الايجنت عكس البروسيس. الاف اي بوزيتيف 2 بقى اف اي بوزيتيف 3 وخرج الكترون، ده حصل له اوكسيديشن يا مستر. ما كل لما البوزيتيف يزيد يبقى معناه ان هو اوكسيديشن. تمام. لان احنا قلنا ان في الاكسيديشن انه هيلوز الكترون ويتحول لبوزيتيف ايون، ويتحول لبوزيتيف ايون. طب وهنا هو نيجاتيف 2 خدت الكترون بقت نيجاتيف 3، ده معناه انها زادت في الالكترونات. ما هو النيجاتيف معناه انه بيزيد في الالكترونات، فده معناه ان هو ريدكشن يا مستر. تمام كده يا اصدقائي. تعال نكمل مع بعضنا. بيقول لك in the following reaction loosed and gained of electron occurred. يعني في حد عمل لوز وحد عمل جين. تعالى كده معايا بس واحده واحده. المغنيسيوم دوت لا كان عامل لوز ولا عامل جين، لما هنا كده لوحده كده لا عمل لوز ولا عمل جين. لما دخل جوه الكومباوند في الحاله اللي زي دي هو عمل لوز. عمل ايه؟ لوز. يبقى المغنيسيوم كان ام جي، خرج بره بقى ام جي اسمه بوزيتيف 2 كده، فده عمل ايه؟ لوز. طالما عمل كومباوند يبقى ام جي بوزيتيف 2، طالما عمل كومباوند بره يبقى ام جي بوزيتيف 2. ففي الحاله اللي زي ديت يا مستر اسلام لما عمل لوز حصل له عمليه اوكسيديشن. كلام جميل. وات از ذا تايب اوف ذيس رياكشن؟ ايه نوع التفاعل ده الاول؟ والله يا مستر اسلام التفاعل دوت
ام جي دخل مكان الهيدروجين وخرج الهيدروجين، ده تفاعل سيمبل سبستيتيوشن رياكشن. سيمبل سبستيتيوشن رياكشن. سيمبل سبستيتيوشن ايه يا حبايبي؟ رياكشن. كلام جميل. show the oxidation and reduction process on the equation of the reaction. تعال نشوف. قال لك ما هو انت عند حضرتك ال Mg بلس 2HCl خرجت بره MgCl2 والهيدروجين جاز. تمام يا شباب. فانا هنا الرياكشن قدامي اهوت، الام جي هتخش تستبدل الهيدروجين تخش مكانه، كانت هنا ام جي قبل ما تعمل لوز، هنا خرجت عملت لوز، فمن الطبيعي ان الام جي وهي خارجه بالشكل دوت حصلت عمليه اوكسيديشن. طب الاتش هنا اهوت كانت اصلا اتش بوزيتيف، مش احنا قلنا بيبدا ببوزيتيف وينتهي بنيجاتيف؟ قال لك فمن الطبيعي مستر اسلام لما تيجي تخرج بيها بره ايه ده مفيش حاجه تانية جنبها، يبقى خلاص عملت جين. عملت جين يعني حصل لها عمليه ريدكشن. حصل لها عمليه ايه يا شباب؟ ريدكشن. تمام. وطبعا determine the oxidizing and reducing agent من عينيا. اللي حصل له اوكسيديشن اللي هو المغنيسيوم يبقى اسمه reducing agent، واللي حصل له ريدكشن اللي هو الهيدروجين يبقى اسمه oxidizing agent. كلام جميل. في مشكله؟ اتمنى من الله ما يكونش فيه مشكله. تعالى هنا اهوت بقى وبص معايا في question 3. using the opposite table answer the following question. انا مديك الالومنيوم الاتوميك نمبر دي اتوميك نمبر 13 والالكترونيك كونفيجريشن KLM283. انت عارف يعني ايه؟ يعني AL13283. طب والكلورين 17287. تمام. write the equation of the reaction ما بين الالومنيوم والكلورين. حاضر. اول حاجه هي اول خطوه، الالومنيوم هيتفاعل مع الكلورين Cl2، خلي بالك من الحته ديت. تمام. هيدي لك AlCl3. تمام يا مستر اسلام. زائد، لا مش هنقول زائد، مفيش زائد بقى خلاص. كلام جميل، مفيش حاجه تانية هتخرج. طب احنا عايزين نبالانس الايكويشن عادي، حط هنا 2 حط هنا 3 وحط هنا 2. ماشي. تمام يا مستر. determine the oxidizing and reducing agent. مش انا قلت لك الراجل الطيب ده لسه لا عمل لوز ولا عمل جين؟ لما خرج بره بوزيتيف نيجاتيف يعني عمل ايه؟ عمل لوز. فمعنى كلمة انه عمل لوز ايه يا مستر اسلام؟ معناه انه حصل له عملية اسمها اوكسيديشن. طب تعالى امسك ده كده اهوت يا مستر. ده عمل جين عشان بقى نيجاتيف، فده حصل له ايه يا مستر؟ حصل له عملية ريدكشن. حصل له عملية ايه؟ ريدكشن. طب وهنا يا مستر اوكسيدايزنج ايجنت وريديوسنج ايجنت، الايجنت عكس البروسيس، فلو حصل له اوكسيديشن يبقى هو ريديوسنج ايجنت، ولو حصل له ريدكشن يبقى هو اوكسيدايزنج ايجنت. تمام يا شباب. اتمنى من الله ان تكونوا استفدتوا معايا في ليسون 1، وان شاء الله انتظروا معايا ليسون 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.